سامحيني المرة دي عشان خاطري أنا بعدي غصب عني، واليوم بيفوت سنة من غير ما أحسب كلامي. يا حبيبتي قلتلك إزاي بعدك حعيش مفيش عنك غنى. من چیم کرد با تو عشقم داره تو کات روی بسر چو لرگا عشق تو کاتی دوری لیم غازی چیت ببلیم هر تو بوی پیت و دم لکوی بی من هر دیم. بس تو عشقی تو من هرگز لا ندم لا وفا صوتي تو أحلف بهواكي وانا قلبي صدق إن أنا بهواكي وانا لسه بعشق ولا حبعد عنك تاني ولا حنسى حبنا وأدينا يا حياتي رجعنا لبعضنا. من چیم کرد با تو عشقم داره تو کات روی بسر چو لرگا عشق تو کاتی دوری لیم رازی چیت ببلیم هر تو بوی پیت و تم لکوی بی من هر دیم. سامحيني المرة دي عشان خاطري أنا بعدي غصب عني، واليوم بيفوت سنة من غير ما احسب كلامي. يا حبيبي قلت لك ازاي بعدك عايش ماليش عنك غنى. بله ایوار باش تماشاوارین هیجا تماشاوارین برومت ام جارك دن لگل ون ایروجی ما پروگراما هفته نامه را دستی روژا یکشمه کر ام ایرو بمیوانکی عزیز رانه میوان نویسکار غسان مفلحه جه برادرین مین عربه جه باشوری سوریه هروها پروگراما ما وی بزمان عربی. مساء الخير مشاهدي ومتابعي روشن تي في أينما كنتم، نتمنى أن تكونوا بخير وسلام، وأن يعم السلام أرضنا وبلدنا سوريا من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه ووسطه وكل زاوية من هذه الأرض الجميلة.
وأن يكون يوم الخلاص قريبا، الخلاص من الدكتاتوريات والأنظمة التي ابتلت بها شعوبنا السورية من الكرد والعربي والسوريان والأرمني والأشوريين والتركمان وغيرهم. ما ذنب الكردي في صفحات التاريخ إن لم تتحقق الوحدة العربية بين الدول العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية من المحيط إلى الخليج؟ وما ذنب الكردي إذا كانت جدار سماكة الخوف والرعب في السجون العربية يزيد عن سماكة جدار برلين؟ ما ذنب الكردي في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى الأورشليم وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل؟ ما ذنب الكردي في اغتصاب الثورة السورية من قبل الإسلام الدولي والمتمثل بجماعة الإخوان المسلمين العابرة للحدود والقارات؟ ولكن على الطرف الآخر ما ذنب العربي في تقسيم الوطن الكردستاني إلى أجزاء وملحقات إقليمية تابعة وخاضعة ل4 دول مثل تركيا وإيران والعراق وسوريا؟ وما ذنب العربي إذا كانت أغلب القيادات الكردية لا تتقن اللغة الكردية نفسها ولا تعرف الأعراف الدبلوماسية وتترنح بين التكتيك والاستراتيجية؟ وما ذنب العربي في التكاثر البرامسيومي للحركة الكردية والكردستانية إلى ملل ونحل وأحزاب وتيارات وتشكيلات وتجمعات متناثرة ومتطايرة ومتناقضة في الرؤى والتنظير؟ ما ذنب العربي في وجود هذا الكم الهائل واللاموضوعي من الأحزاب والترويسات والكليشيهات الكردية في سوريا؟ فبات المواطن السوري والكردي منه على وجه الخصوص بحاجة إلى حاسوب كبير للوصول إلى ألوان وأشكال وأحجام هذه الأحزاب والسكرتاريات الكردية. من المسؤول عن كل هذا؟ هل هو الكردي هو المسؤول أم العربي؟ ألم يكن الظالم والدكتاتور عادلا في توزيع الفقر والقهر والظلم على السوريين جميعا وبالتساوي ودون تفريق؟ ما الفرق في أن تكون أبا لحمزة الخطيب أو أبا لآلان الكردي الذي لفظته أمواج الرعب والموت في البحار نتيجة الهروب الأبدي من ظلم الدكتاتور؟ فكيف استطاع هذا الدكتاتور الاحتفاظ بكل هذا الكم الهائل من الظلم والقهر والاستبداد؟ من الذي سيقوم وسيجمع عناصر برميل البارود ثانية بعد انفجار الثورة السورية وتحويل كل قرية سورية إلى قنبلة موقوتة؟ من الذي زرع الرعب وهذه الثقافة؟ هل الحكم الدكتاتوري الشمولي أم أن الثقافات الدينية والشعبوية والشعبية المتوارثة لها النصيب الأكبر فيما وصلنا إليه كسوريين؟ اليوم في ضيافتنا وضيافة روشن تي في الصديق والكاتب السوري المعارض غسان المفلح. أستاذ غسان المفلح هو صديق قديم لي وصديق أيضا للشعب الكردي الذي قاوم بفكره وممارساته وأقلامه وأفكاره كل السياسات الفاشية والديكتاتورية والعنصرية البغيضة للنظام المجرم القابع في دمشق، ووقف في وجه هذا الظلم والقهر الأسدي. الأستاذ غسان مفلح هو معارض وكاتب سوري تولد حوران، عاش ودرس في دمشق، ومعتقل سابق لمدة 12 عام بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي، وله العديد من الدراسات والمساهمات الإعلامية والفكرية والمقالات في الصحف وخاصة الحياة والقدس العربي وغيرها من الصحف والمواقع الإعلامية. مرحبا بكم أستاذ غسان المفلح، وأنتم في منصة كردية تحترم كل الآراء في الرأي والرأي الآخر وتأخذ من الحريات إكسيرا لعلاج الأمراض المجتمعية الفكرية والسياسية والثقافية. أهلا بك غسان سرسرة وسرشافة، أهلا بك. سلامات، عناية لك وللسادة المشاهدين جميعا، ويعني بنتمنى مزيد من التفاعل طبعا، لأنه أنت صوت كثير مهم على الصعيد الكردي وعلى الصعيد السوري حقيقة يعني، وبيسعدني أنه أنا أكون ضيفك يعني حقيقة بهاي المناسبة. يعني لازم أشكر جهودك الدائمة ومحاولتك فعلا يعني إظهار الوجه الإنساني للقضية السورية وللقضية الكردية بالآن معا، وهذه نقطة كثير مهمة الحقيقة يعني، وبتمنى أن أشاركك يعني هاي الهواجس وهي الهموم بما نستطيع أن نتحاور وأن نتناقش به.
شكرا صديقي غسان. كيك غسان، أنتم كنتم من ضحايا هذا النظام المرعب الدكتاتوري، واعتقلتم ودخلتم سجن صدنايا لمدة تجاوزت 12 عام. أنتم تعرفون أدق التفاصيل عن ممارسات هذا النظام الدكتاتوري والشمولي، واليوم تعيشون في أوروبا ولكم الكثير من المساهمات والفعاليات الفكرية والثقافية والمجتمعية والإعلامية. هل تستطيع لنا إضافة مفاهيم أو تعريفات جديدة أو مقاربات أو استكشافات ومصطلحات جديدة أو استنباط كلمات تعريفية على الأقل جديدة تليق بوصف هذا الوحش الكاسر الدكتاتوري الكبير القابع في دمشق، الذي تسبب بحرق الأرض السورية والتاريخ وكل الوشائج المجتمعية في بلدنا سوريا؟ أم أن قواميس اللغة عاجزة عن وصف هذه الممارسات التي دخلت وأصبحت جزء مهم لا يتجزأ من تاريخ الشعب السوري؟ تفضل. يعني الحقيقة بعتقد أنه هذا النظام يعني يستوعب كل المواصفات التي قيلت بحقه، لكن يعني نظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية، نظام ارتكب جرائم إبادة، يعني ما في نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية إلا ارتكبها هذا النظام. إضافة إلى ذلك، النقطة اللي حقيقة يعني يجب التركيز عليها ومحاولة فعلا فهم آليات عمل النظام منذ تسلم الأسد الأب بالسلطة وحتى هذا التاريخ، يعني 5 عقود ونيف. يعني بدك تعتبر انه الأسد الأب استلم السلطة بال67، يعني أمام نحن 53 سنة المجتمع السوري بكل أطيافه يعيش نتائج ممارسات وسلوك هذا النظام. النقطة الخطيرة أنه هذا النظام منذ اللحظة الأولى لتسلمه السلطة في سوريا، برغم أنه الشعب السوري يعني حاول أنه يعني ليتخلص من سلطة البعث اللي قبله، وخاصة سياسات التأميم الجائرة وكم الأفواه وكذا اللي كانت يعني عم تتطور رويدا، حاول أنه أو شاف بأنه الأسد أنه ممكن يكون يعني خليني أقول نقطة خلاص أو بداية خلاص. لكن للأسف الأسد انطلق منذ اللحظة الأولى للعب على يعني خليني أقول يعني إقامة حواجز داخل النسيج السوري، ومحاولة إثارة كل ما من شأنه إبعاد السوريين عن الهم السياسي، وإشغالهم ببعضهم من جهة وإشغالهم برغيف الخبز من جهة. إضافة إلى ذلك، وهذا الأهم، وابعادهم عن المشتركات الوطنيه، هذا كثير مهم. تماما اللعب على يعني على كل ما يثير يعني الغرائز الما قبل وطنيه. يعني سوريا صحيح هي يعني فينا نعتبر انه تاسست عام 1946 انا من وجهه نظري، يعني اثناء يعني بلحظه الاستقلال عن الفرنسيين. يعني ما قبلها كانت سوريا في مخاض، يعني مثل ما بنعرف منذ خروج العثمانيين وعام 1916 وحتى عام 1946، يعني 30 سنة سوريا في حالة مخاض. قسمها الفرنسيين أولا، وبعدين لحتى رجعت الأمور انتظمت، وبعدين أنشأ جبل لبنان وأنشئ لبنان لاحقا. يعني سوريا كانت في حالة مخاض على يد الفرنسيين، يعني ورسم خرائط كما يراها الفرنسيين. هذه المسألة يعني عمليا انتهى منها الفرنسيين ما قبل الحرب العالمية الأولى، واستقلت على أثر نتائج الحرب العالمية الأولى. فمنذ الاستقلال يعني السوريين من 46 لنقل لل 66، يعني 20 سنة، يعني هذا النسيج الوطني ما تعرض لهزة في تلك الأثناء، إلا بعد أن أتى الأسد بعد 67 وبدأ يعني في بعثرة النسيج الوطني من أجل نقطة واحدة أساسية هي الحفاظ على السلطة. وبدأ ب يعني تمييز المؤسسات، البعثي عن غير البعثي، العلوي عن غير العلوي، العربي عن الكردي. صحيح أنه هذا التمييز قامت به بعض ضباط، يعني كما هو معروف عسكر البعث، يعني محمد طلب هلال الذي يعني اشتقق ما يسمى قانون الإحصاء، مهندس حزام العربي.
تماما هو بعثي، يعني هو بعثي اقرب للناصريين، او لنقل ناصري بعثي، يعني ليس خارج هذه الدائره العسكريه التي انقضت على السلطه تباعا منذ عبد الناصر ولاحقا، لانه العسكر هؤلاء هم انفسهم التي كان الاسد جزء من قرار اللجنه العسكريه، هم الذي اتوا بعبد الناصر الى سوريا، يعني هم اتوا بعسكر من مصر الى سوريا، ويعني بقيوا هم هذه الكتله العسكريه بقت هي التي يعني تتحكم سواء بشكل مباشر او بشكل تشاركي بالقرار السوري، وهذه نقطه حقيقه يعني يتم اغفالها. يعني الكتله العسكريه التي دخلت على شكر القوات اللي فرض عليه الوحده السوريه المصريه، وانت طالع من يعني لحد مجيء البعث والانقلاب 8 اذار ومرورا ب يعني حركه صلاح جديد الى اخره، بقيت هذه السلطه العسكريه هي التي كما قلت لك تدير الامور سواء بشكل مباشر او على ماذا اعتمد هذا النظام انذاك؟ يعني منذ بدايه تشكيل البعث ومحاوله ضرب القوى السوريه ببعض الرأي، يعني هل اعتمد النظام انذاك، النظام الجنيني الصغير انذاك، على التناقضات المجتمعيه بين الاطياف السوريه، ام اعتمد ايضا على العامل الدولي الكبير الذي قد ساهم؟ اعتمد على اجواء الحرب البارده اللي كانت سائده في هذيك الفتره، يعني بما معناه انه اذا بتلاحظ انه العسكر يعني للوهله الاولى تبدو بعض العسكر علاقتهم بالغرب وبعض العسكر علاقتهم بالسوفييت. بنعرف مثلا، اعطيك مثال كثير طريف، دمشق عندما قامت ثوره اذار بلى ب 63 المدينه واللي هي العاصمه ما كان فيها غير 120 عضو عامل ونصير بعثي. يعني تخيل مدينة دمشق اللي هي بتشكل يعني 20% من سكان سوريا بهذيك الفترة فيها 120 عضو عامل. إذن البعث ما كان حركة جماهيرية. بدمشق بالمدن الرئيسية وبحلب أقل وبحمص أقل وبمدينه اللاذقيه اقل وبمدينه طرطوس، عم بحكي على المدن انا والتي هي بتشكل يعني اكثريه السكان سوريا، بالحسكه اقل. يعني هنالك تجمعات ريفيه للبعث كانت في حوران، في دير الزور، في بعض ريف الرقه. سؤال استاذ غسان، سؤال يطرح نفسه، بما انك ايضا من المدرسه اليساريه، فالنظام السوري انذاك يعني اخذ كل اوراقه وارتمى بالحضن السوفيتي انذاك، فلماذا لم يعتمد السوفييت على الشيوعيين وعلى اليساريين الاخرين؟ فلماذا اعتمد على فصيل راديكالي، فصيل عنصري في قياده الازمه وفي اداره شؤون البلد؟ لانه ما كان في شيوعيين بالجيش. يعني الحزب، اذا احنا بنعرف حركه اكرم الحوراني وحركه الضباط العسكريين بالحزب العربي الاشتراكي وكل هاي يعني كل هذا التفاصيل من التاريخ، نحن بنعرف انه الشيوعيين كانوا يعني بينعدوا على اصابع اليد الواحده بالجيش، ضباط بهذيك الفتره يعني منذ التاسيس وانت طالع. لكن البعث منذ البدايه كان عندنا نحن تشكيلين يعني عسكريين بالجيش، الحزب القومي السوري، وفيما بعد جاء البعث وصار في تنافس بين الطرفين. الشيوعيين كانوا خارج يعني دائره الحركه العسكريه ما عدا رمز او اثنين، وما كان لهم دور فاعل يعني حقيقه. داخل الجيش بالاخير انتصرت كوكبه البعث، وجاء الناصريين وحاول عبد الناصر انه يعني ينشئ كتله عسكريه، لكن كانت كتله البعث اقوى داخل الجيش، وبالتالي فشلت حركه اذار بانه تتجه نحو الناصريه، اتجهت نحو البعث، استولى على السلطه فيما بعد مثل ما بنعرف نتذكر حركه جاسم علوان وكذا، استلم السلطه فيما بعد الضباط البعثيين. لكن هنالك نقطه، الغرب سواء كان فرنسا ولا بريطانيا يعني لم تترك هذا الجيش لوحده، يعني لا انه هي ما كانت على الحياد، يعني كانت متدخله بشكل او باخر بعلاقات هؤلاء الضباط مع يعني يعني. طيب صديقي غسان، هل ما حصل للشعب السوري من قهر واستبداد وظلم واعتقال ونفي وتهجير
هو نتيجة وجود سلطة سياسية ديكتاتورية ظالمة هناك، أم أن وقوع سوريا كجغرافيا على خط النار وعلى خط التماس الاستراتيجي الدولي المرعب والشائك هو الذي ساهم في استمرار هذا القهر التاريخي بحق السوريين؟ فهناك من يقول مثلا بأن سوريا لو كانت واقعة في قارة أوروبا أو أفريقيا أو في أقاصي العالم لما شاهدت كل هذه المأساة والظلم والقهر والتأجير، بمعنى أنه سوريا واقعة على خط النار أو على خط الاستراتيجيات الدولية كموقع جيوسياسي. يعني عناية، يعني دعني أوضح النقطة. أنا لو أفرض يعني خلينا ندخل مثلا بالموضوع الكردي. يعني أنا لو بدي أفترض أنه فرنسا مثل ما عملت لبنان عملت مثلا كردستان بالاتفاق مع الإنجليز بين المناطق الكردية بسوريا الحالية وبين كردستان العراق. يعني مين كان ممكن يعترض على الموضوع؟ ومين كان مين القوة الدولية اللي كان ممكن توقف بوجه هاي المسألة؟ ما في. يعني إذا الخريطة الجغرافية، إذا تلاحظ كيف الخريطة الجغرافية للدول، وبمعاهدة سيفر أقر بهذا الشيء تماما. يعني الخريطة الجغرافية للدول اللي نشأت بعد عام 1916 هي نشأت فعل عامل خارجي، يعني مو فعل عوامل داخلية. يعني هاي الفكرة اللي الناس عم بتحاول انه، او خليني اقول التيارات القومية والوطنية عم تتشاجر عليها او تتخاصم على اساسها. حقيقة يعني الخارطة الدولية لهي المنطقة من حدود تركيا لحد توصل على يعني قطاع غزة، هذه الدول الأربعة بما فيها العراق طبعا، هذه الدول الأربعة يعني نشأت بفعل عامل خارجي، ما نشأت بفعل عوامل داخلية. يعني سواء لبنان ولا سوريا ولا الأردن ولا يعني لك ليش قاتلين حالنا نحن على هالروح اللي عم نقول فيها انه الخريطه هي عباره عن كتاب مقدس ومنزل من السماء، يعني فمعنى ليش هذا التقتيل وهذا الترهيب وهذا القتل وهذا الدمار كلياته؟ تفضل. يعني المساله بالاخير عناية، الناس ما طلعت ثوره مشان الخرائط. يعني سيبك من شو بيحكوا هلا، شو نتيجه التطورات السياسيه اللي صارت بالبلد. الناس طلعت نتيجه نظام فاشي، نظام قمعي، نظام فاسد، طلعت من اجل حريتها ومن اجل كرامتها ومن اجل يعني محاوله ايجاد بديل يعني يفتح المستقبل امام الاجيال السوريه بكل مكوناتها. الناس ما طلعت مشان انه هي الخريطه ولا بدها تغير هي الخريطه ولا بدها تضيف هي الخريطه ولا بدها ما كان هذا مطروح اصلا ببدايات الثوره. يعني الناس طلعت الثوره يعني فيما بعد الخطابات اللي جاءت سواء من المعارضه ولا من المعارضه السوريه، يعني بكل مكوناتها، كردي عربي كذا. هذا الخطاب السياسي اللي جاء لاحقا ما له علاقه الثوره فيه. يعني ما حدا مثلا ما في مثلا طلعت العزيز، اعتقد بانه اطراف المعارضه والنظام فشلت بالباس اللبوس الطائفيه او المناطقيه للثوره، يعني الثوره بريئه من هالشغلات. يعني احكي لك شغله، هلا انت عندك يعني اليوم كنت عم بحكي انا وصديق انه يا اخي المظاهرات اللي طلعت بسوريا، المظاهرات السلميه اللي طلعت بسوريا نموذج في ناس بتحكي عنه، يعني بيدرس، يعني مظاهره الدير ولا مظاهره حماه ولا مظاهره درعا ولا مظاهرات حمص، يعني تنظيم ويعني وشيء فعلا بيرفع الراس. ما حدا كان طارح شعارات انه سوريا تتقسم ولا سوريا بدها تضم لبنان ولا سوريا بدها تضم الاردن ولا سوريا بدها تضم العراق، يعني او انه سوريا بدها ينضم قسم منها لتركيا او ينضم قسم منها للبنان او ينضم قسم منها للعراق. يعني هاي ما كان مطروح بشعارات الثوره. يعني ما في ولا شعار بمص الدوله السوريه كدوله كما هي الان حاليا. هلا اللي صار بعدين او ما نعيشه حاليا من تعفين وتزمين، الحقيقه انشغل عليه كثير. يعني وانت بتتابع، يعني انا حذرت من هذه السيناريوهات من ثاني شهر بالثوره. بلى
فيه التزمين والتعفين اللي ممكن يصيب الوضع السوري، واللي قاده اوباما بشكل واضح، ساعدته الدول الاقليميه كلها بدون استثناء. يعني كله متورط وكله مدان في الملف السوري. ما في حدا بريء، بغض النظر كيف تطورت عدم براءته او براءته. اذا نقول يعني ممكن يطلع لي واحد يقول لي هذا الطرف بريء وهذاك الطرف بريء، لكن في الحقيقه يعني كيف تطورت الامور انه كل الاطراف تتورط بالدم السوري بدون استثناء. بلى. يعني اللي تورط بالدم العربي، واللي تورط بالدم الكردي، واللي تورط بالدم يعني السوري كله. يعني ما في اعطيني طرف ما متورط. بلى. كتبتم ما يلي بأنه ومنذ سقوط دماء المتظاهرين السلميين في الشهر الأول للثورة في مارس 2011 بأن الثورة اغتصبت. قلت كتبت بكثير من مقالاتك، وتحدثت أيضا في أكثر من مقالة عن سيناريو كبير تحكمه معادلات دولية عمادها ثلاث: إسرائيل والنفط والموقع الجيوسياسي لسوريا. يعني ومن اجل هالشيء يعني سالتك انه الموقع الجيوسياسي لسوريا هو اللي خلانا نحن نعيش مع الازمه لفتره اطول. يعني تماما. لاحظ سوريا مثلا تمتلك اكبر حدود مع تركيا. على الحدود مع تركيا هنالك مناطق كرديه ومناطق غير تركمانيه الى اخره وعربيه الى اخره. هلا هي المناطق تركيا في إلى مصلحة بأنه تكون هاي المناطق على شكل سياسي ما، محكومة بشكل ما إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة لإيران وعبر العراق نفس الموضوع. الأردن كمان نفس الشيء. يعني إضافة لذلك، والأهم بالعامل الإقليمي وبالنظام الإقليمي اللي تشكل، يعني في نقطة كثير مهمة أيضا بنغفلها. في نظام إقليمي تشكل أيام الحرب الباردة بموافقه من السوفيت والامريكان، وما صار عليه كثير زحزحه، بموافقه من كل الدول الكبرى وباشراف من كل الدول الكبرى. هذا النظام الاقليمي عماده اسرائيل تتطور والباقي يتخلف. باختصار شديد، ما مهم الذي يتخلف كردي، عربي، مسيحي، مسلم، علوي، اسماعيلي، هذا كله ما مهم. المهم انه في نظام اقليمي يجب ان يستمر. هذا النظام الإقليمي أحد أعمدته اللي انقام عليها هو انقلاب الأسد بعد 67 اللي تم الشغل عليه 3 سنوات منذ نكسة 67 وحتى عام 1970. وبالتالي إضافة لذلك، إذا بنعرف إنه خاصة بعد تشكل الاتحاد الأوروبي وتشكل مجلس أوروبا اللي تركيا فيه وتشكل الحلف الناتو، يعني سوريا صارت فيك تعتبرها بشكل أو بآخر على حدود أوروبا. كمان هذا عامل اضافي. بس العامل الحاسم الحقيقه هو انه احنا على الحدود الاسرائيليه، وانه نحن سوريا ضمن نظام اقليمي عماده اسرائيل مشرف، يعني موافق عليه دوليا ومدعوم دوليا هذا النظام الاقليمي بكل اعمدته. يعني هلا خذ مثال لبنان ما بدهم تغيير بالمعادله اللبنانيه لصالح الشعب اللبناني. الاوروبيين ما بدهم، ولا الامريكان كثير مدورين، بس الامريكان عندهم راي بهذا السيناريو والاوروبيين عندهم راي. يعني لاحظ مثلا هلا ماكرون كل شغلته هلا وكل خليني اقول البروباغندا الاعلاميه هو لاعاده حزب الله لحظيره السيطره في لبنان تبعا لعلاقته مع ايران. طيب لما لبنان بده يضل مسيطر عليه حزب الله وبموافقه اسرائيليه بشكل او باخر، شو معنى ذلك؟ معنى انه في وضع جيوسياسي. يعني لبنان ما في ثروه، ما في نفط، ما هيك حتى تطمع فيه مثلا، لكن في نفط بايران. نفس الشيء الوضع السوري. سوريا يعني بالمعنى النفطي ما كثير غنيه، بس مثلا الدول النفطيه فيها نفط كثير، فلاحظ الوضع فيها يعني بالمعنى السياسي انه الدول كلها ذات انظمه ديكتاتوريه، ويعني بدون الدخول بهاي التفاصيل. لكن وخذ مصر، يعني مصر تصور انه قامت فيها ثوره للتخلص من نظام، اجى نظام اسوأ من النظام الاول. يعني وهذا اجى موافقه امريكيه.
معنى ذلك غسان ما عاد في هناك في لاعبين دوليين كبار يتحكمون بالمشغلين، عم بيتحكموا تماما باللاعبين. تماما، مو بس بالمشغلين وبالاطراف الاقليميه. يعني تركيا لا تستطيع ان تخطو خطوه لوحده بدون التنسيق مع طرف دولي قوي، يعني سواء مع الولايات المتحده الامريكيه ولا سواء مع الاتحاد الاوروبي او مع روسيا. نفس الشيء الحكومه العراقيه، نفس الشيء الحكومه السعوديه، نفس الشيء المصريين، يعني كاطراف متورطه مثلا بشكل او باخر لنقل بالملف السوري. ما في هناك صديق يطرح يقول: من طرد إسرائيل ورميهم بالبحر إلى الحرب العراقية الإيرانية، ومن الحرب اللبنانية، ومن حروب صدام حسين والأنفلات ضد كردستان، ومن مسلسل الانقلابات في تركيا، ودفع تركيا إلى قيادة الإسلام العالمي، وطمس ثقافة الثورات العربية والحراكات المجتمعية والربيع العربي، وتفعيل المخدمين والمشغلين في الشركات العابرة للقارات، والحرب السورية اليمنية الليبية والانقلاب في مصر كما قلت وغيرها، وإغلاق صنبور نهر الفرات ودجلة والنيل، واستقطاب روسيا وإيران وتركيا وحزب الله والعمال الكردستاني إلى داخل سوريا، وقتل خاشقجي، ووضع عرب الخليج في خانة اليك، ودفعهم إلى إعلان السلام والاستسلام مع إسرائيل، وتفجير لبنان من الداخل. هل أصبحت الفوضى وخلق الرعب وإراقة الدماء هو السبيل الوحيد للدخول إلى الألفية الثالثة؟ ألا تدخل كل هذه العناصر التي ذكرناها نحن في خدمة تلك المعادلة التي ذكرتها حضرتك والتي قلت فيها بأن عمادها إسرائيل والنفط والموقع الجيوسياسي؟ يعني في نقطة كثير مهمة أنا من زمان بناقش فيها الشباب، إنه الولايات المتحدة الأمريكية ما بتعجبها هي الوضعية، لأنه بدها يكون في وضعية أكثر استقرار في هذه الدولة أو تلك، في هذه المنطقة أو تلك، ما هيك؟ هذا غلط، هذا فهم خاطئ. يعني من قال إنه أمريكا تسعى إلى استقرار بقدر ما تسعى إلى قيادة النفوذ العالمي. مثال، بعطي مثال، موقف الأمريكان من استفتاء كردستان العراق اللي صار الأخير بال 2018. شو كان الموقف الأمريكي؟ كان ضد ومتماهي مع الموقف الإيراني تماما. يعني وبالتالي نحن يعني أمريكا ما بتدخل بكثير تفاصيل، بس أمريكا ما من لحد هاي اللحظة إذا بنلاحظ الطرف الوحيد اللي أمريكا حريصة على الاستقرار فيه، استقرار وضعه، هو إسرائيل. ما تبقى ما بيهمها، يعني تفاصيل ما يحدث من قمع، من فساد، من مافيات، من يعني أمريكا بتعرف إنه منذ سنة العقوبات على إيران من الثمانينات وحد هذا التاريخ بتعرف إنه في طرفين أساسيين عم بيبيضوا أموال العقوبات الإيرانية، هن الإمارات العربية المتحدة وتركيا، وبمعرفة أمريكية، وهذا أحد أسباب الخلاف أصلا بين الإمارات وتركيا. وبالتالي يعني المنطقة تحت القبضة، بس مو معنى ذلك إنه أمريكا يعني مثل هلأ مثلا لما بيقول ترامب عن السيسي ديكتاتوري الجميل، يعني في حدا بالغرب ما بيعرف إنه السيسي ديكتاتور مثلا، أو ما بيعرف إنه بشار الأسد ديكتاتور، يعني نكتة هي يعني. وبالتالي المنطقة مقبوض عليها نتيجة هدول الثلاثة. هلأ سوريا بتمتاز إنه خيو دولة فاشلة وسلطة قوية، هذا دورها بالنظام الإقليمي. يعني خذ مثال هلا مسألة الكهرباء خيو اللي عم تنقطع هلا عن سوريا. بدي ارجع انا لعام 2010 لقبل الثورة. حافظ أسد استلم الكهرباء، استلم سوريا في مناطق ما فيها كهرباء نهائيا، هذه معروفة لأنه ما كان سد الفرات خالص اللي تم يعني التخطيط له منذ الستينات. لكن المناطق اللي كان فيها كهرباء ما كانت تنقطع. يعني دمشق مثلا ما كانت تنقطع الكهرباء إلا إذا في إصلاحات يعني لماما. هلأ هو لما مات بال2000 دمشق كانت تنقطع عنا الكهرباء 4 ساعات و6 ساعات و8 ساعات باليوم. فلاحظ يعني لاحظ هاي على مستوى الكهرباء اللي هي أداة رئيسية لحياة البشر صارت بهذا الزمن.
يعني انا ما عم بحكي بعد الثوره يعني لا عم بحكي لك وحتى بعد ما اجى بشار نفس الشيء. 10 سنوات كانت مشكله الكهرباء كل ما من سيء الى اسوء. فهي دوله فاشله وسلطه قويه على الناس ضبطها بالترغيب، ضبطها بالترهيب، ضبطها بالقتل، ضبطها بالتدمير، بالبراميل، بالكيماوي، كله متاح. واخر نقطه بس يعني لنشوف شو الموقع الجديد. ليش انا سؤال طرحته من شيء اسبوع، ليش ليسلم الاسد والروس الكيماوي لاوباما طالما انه الامريكان ما قابضين على الملف وما متدخلين، وانه اوباما سلم القضيه للروس، ليش ليسلم الكيماوي الاسد والروس يسلموها لامريكا الكيماوي؟ بالضبط. يعني هل النظام بتركيبته السياسيه في سوريا مرتبط بخطوط الطول والعرض ضمن الخارطه السوريه فقط، يعني بيحافظ على توازنه وقرارات هذا النظام ومفاعيل هذا النظام من حال نفسه، ام ان خيوط توازناته تمتد الى تاريخ اعلان حافظ الاسد في بيان سقوط القنيطره وهي لم تسقط بعد بايدي اسرائيل؟ تماما. انا قلت من البدايه انه من عام 67، يعني من 67 هذا النظام تاسس على، والنظام الاقليمي هو تاسس بناء على النكسه. يعني النظام الاقليمي اللي احنا عم نعيش تبعاته كعرب وككرد تاسس من عام 1967. يعني النكسه هي حجر الاساس كانت في قيام هذا النظام الاقليمي. وبالتالي يعني شعوب هي الدائره ممنوع عليها الديمقراطيه، ممنوع عليها الدول الناجحه، دائما يجب ان تبقى ملغمه بحروب اهليه، سواء كانت اثنيه عرب كرد او طائفيه او دينيه اسلام مسيحيه وقس على ذلك. وبالتالي يعني هاي الحاله اللي بسموها الناس عدم استقرار او كذا، انه امريكا عم تسعى للاستقرار، لا مو صحيح. هذه الحاله هي نتاج هذا النظام الاقليمي اللي تم بناؤه بناء على توافق سوفيتي امريكي، ولا زلنا عم نعيش ديوله. وهلا يعني كما طرحت لك مثال اخير هو موقف ماكرون من الوضع بلبنان. يعني الامريكان عم بيحاولوا يحجموا حزب الله، ماكرون بده دور رئيسي ويبقى ويستمر لحزب الله في صياغه السياسه اللبنانيه. حول تشغيل المشغلين استاذ غسان، فيني اجيب لك كمان ايضا مثال الى جانب هذه المعطيات. يعني مثلا الدور الامريكي او الدور الايراني المشترك في القيام بالعمليات المشتركه والعمل المشترك بيناتهم، مثلا في افغانستان عملوا سوا وقاموا بعمل سويا، وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا اليوم يعني بنلاقي انه، وفي العراق يعني اثناء اجتياح كركوك من قبل الحشد الشعبي يعني كانوا الضباط الايرانيين وقاسم سليماني على مقربه من الضباط الامريكان، وفي سوريا ايضا يعني الحشد الشعبي والايرانيين يجولون ويصولون على الارض السوريه على ومسامع الامريكان. يعني مع هذا في عمل مشترك، وهناك مخدمين ومشغلين من قبل القوى الكبرى. يعني في فلسفه بتقول، فلسفه جديده في عالم السياسه يقولون، وهناك من يكتب في هذا الصدد يقول بأن الأمريكان والدول الغربية ما بقوا يشغلوا ويرسلوا عناصرهم وعساكرهم ودباباتهم طائراتهم إلى المنطقة. في ناس تشتغل، في ناس هلا صاروا عبارة عن متعهدين للحروب ووكلاء. لا، وشغله اضافيه يعني بس لارجع طبعا موضوع الوكلاء والكذا، في شغله اضافيه. هلا امريكا لو اوباما طلع من اول استخدام للطيران ضد المدنيين، لو طلع قال ممنوع استخدام الطيران بالاجواء السوريه، اي طياره بتسترجي تطلع بدون ما يجيب عسكر، بدون ما يجيب يعني اي عسكري امريكي على سوريا. لو طلع اوباما وقال ممنوع استخدام الطيران في قصف المدنيين، مين اي طياره بتسترجي تطلع؟ ما في ولا طياره. بالضبط. طبعا اذا اعتبر انه الاجواء السوريه ممنوع الطيران العسكري فيها. يعني استخدموا هالنقطه تماما في العراق استاذ غسان كمان. يعني صدام حسين قصف في 1991 قصف كردستان وقصف المناطق الشيعيه في الجنوب، يعني بعدين بعد ما دخلت فرنسا بعدين حظر الطيران. بالضبط. تماما يعني فبالتالي يعني حظر الطيران لما حظروه بالعراق ما كان في ولا جندي امريكي عند صدام، وحظروا انه ممنوع
الطيران من فوق، ممنوع الطيران العسكري العراقي يطلع. وبالتالي موضوع الوكلاء الشغله الاخرى بهذا الموضوع عنايات. تفضل. الآلية الاستعمارية هي آلية تراكمية. يعني لما كان الاستعمار يجي من برا على شعب من الشعوب عم بيجيب جيشه من برا بالضبط، وبيحتل لهي البلد. هلا انتقلت الشغله الثانيه انه الاستعمار لما بلش يخرج، او ما يسمى الاستعمار بين قوسين، يعني في ناس تعترض على الكلمه، الاوروبي لما بلش يخرج من هاي الدول صار ينتج سلطات، يحاول ينتج سلطات مواليه له. فيما بعد عم تطور هذا النفوذ هلا، وخاصه الامريكان صار لهم نفوذ داخل المجتمعات نفسها. يعني تطور النفوذ لحتى يصير في انه داخل المجتمعات القوى الاوروبيه، يعني القوى او امريكا او صار الى يعني خليني اقول لنقل هيك مجازا منظمات مجتمع مدني، منظمات يعني مثل منظمات مجتمع مدني داخل مجتمعات المنطقه. يعني بتشوف مثلا في ناس في مثلا بعض الجمعيات مياله لفرنسا، بعض الجمعيات مياله لامريكا، بعض الجمعيات مدعومه من هون، يعني فبالتالي صار هذا الموضوع صار جواني. يعني امريكا مثلا كيف تعامل اوباما بالملف السوري؟ ما عن طريق في دول عم يعني في رسم خطوط انه رغم كل التفاصيل اللي ما بيتدخلوا فيها الامريكان كثير الا اذا كان في تجاوز الخط الاحمر. اوباما منذ البدايه، منذ انشال السلاح بسوريا بنهايه 2011 في خط احمر رسمه لكل الدول اللي عم تدعم الملف السوري. دمشق ممنوع الاقتراب منها، مركز حلب التجاري ممنوع الاقتراب منه، والساحل ممنوع الاقتراب منه. لاحظ كل المعارك اللي صارت ما حدا قدر يتجاوز هذا الخط. حلو. طب غسان عزيزي، حول وقوع سوريا والموقع الجيوسياسي، هناك من يقول بأن الكثير من الساسة راهنوا على سقوط النظام البعثي في سوريا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ولكن ما حصل في سوريا كان عكس ذلك. ما سر هذا التوازن المرعب الذي عاش على تناقضاته النظام السوري وإلى الآن؟ يعني أول شيء في نقطة كثير لازم نعرفها نحن منذ البداية. تشكيل النظام، نظام دمشق، وهذا حكي المسؤولين الإسرائيليين. يعني القناة الأساسية اللي بتحمي نظام دمشق حتى هاي اللحظة هي القناة الإسرائيلية، يعني بدون تردد. وهذا هن الإسرائيليين نفسهم بيحكوه، يعني مراكز البحوث الإسرائيلية، الصحفيين الإسرائيليين، النخب السياسية. تتذكر آخر تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي وبعده نتنياهو انه للاسد انه اذا بدك تلعب مع ايران اكثر يعني انت وعائلتك مع السلامه. حتى آل رامي مخلوف كمان تماما. فبالتالي هي القناه هي قناه مع اسرائيل. ومن هون هلا بغض النظر كيف ممكن الواحد ينظر لهي القناه، انه كيف انبنت وكيف انفتحت ومين الطريق، يعني هي تفاصيل بتبقى للمؤرخين. بس بالمعنى السياسي واضح الموقف الاسرائيلي من الاسد. بالمحكمه الدوليه ايضا كان واضح، لما ذكر اسم الاسد بشار وماهر كمان كان واضح. محكمه الحريري منين اجى الضغط على جاك شيراك؟ من اي اطراف اجى الضغط على جاك شيراك؟ يعني هلا على سيره التطبيع والحكي هلا شو اسمه بين الخليج واسرائيل بالضبط. ايه يعني مين اللي كان عم بيتوسط بين الاسد لحتى رجعوا له الحظيره الدوليه؟ مو ساركوزي واردوغان؟ يعني نفهم انه كغسان انه النتائج محكمه الحريري الاخيره اللي سكر الملف كلياته وابعد النظام السوري واسمه ومعلقاته من الموضوع كلياته، كان يعني ايضا ضمن صفقه؟ لا هن صاغوا المحكمه بناء على انه هن بيتحكموا بالملف حتى صدور قرار الحكم، انه قرار الحكم فردي بالضبط. بالتالي الدول هاي المحكمه شو هي؟ انه الدول اللي معنيه بالملف بتقدم الوقائع الموجوده عندها، سواء كانت لبنان
يعني الاستخبارات الدوليه مثل فرنسا، مثل امريكا، مثل حتى اسرائيل، حتى يعني السعوديه، حتى انه هي بتقدم الوقائع لهي المحكمه، وبالتالي هي الوقائع اذا تقدمت المحكمه بتحكم على هدول الاشخاص. ما تقدم وقائع. اذا بتتذكر تسريب دير شبيغل، دير شبيغل اول من سرب انه اللي قتلوا الحريري هن جماعه حزب الله. انحرف الاتهام من بعد 2008 بلى انحرف الاتهام من النظام السوري لحزب الله، وبعدين نتيجه صفقات الفرنسيين وغير الفرنسيين مع ايران انحرف حتى انه حزب الله ما عاد مسؤول، فقط مسؤول واحد من حزب الله. وبالتالي اكيدا لحديثك من شيء اسبوعين ثلاثه او والله شيء من شهر كان لي يعني عندي ضيف من اسرائيل، فاكد لي حتى انا سالته يعني انه انتم عم تضربوا كل الامكنه بسوريا ومباح لكم وطيرانكم عم بيضرب من دير الزور لحلب لمطار النيرب للشعيرات لدمشق لدرعا لحوران لسويدا لنبك لتدمر والى اخره، يعني كل الارض السوريه مباحه امام الطيران الاسرائيلي، فانتم امتى بدكم تضربوا القصر الجمهوري؟ يعني الزلمه ضحك وقال لي ليش بدنا نضرب؟ فوقت وقت سالته ايضا عن الاخوان المسلمين ومستقبل سوريا السياسي، فقال لي نحن ما بنسمح انه جماعه الاخوان المسلمين يتصدروا صداره الموقف او صداره سوريا سياسيا. تفضل. ايه، وبالتالي مثل ما قلت لك يعني هلا هن هون بده يشوف الواحد موقع سوريا الجيوسياسي يعني من القناه الاسرائيليه. فبغير هيك في شيء بصير ما له مفهوم، يعني بصير انه يا اخي الحق على المجتمع السوري، الحق على الناس، يعني بصير احزاب عميله مرتبطه جمعيات والى اخره. تماما. يعني انا بس بدي اسال سؤال يعني ويتحملوني الساده المشاهدين، يا اخي اعطوني معارضه باللي نجحت بالعالم الثالث كله احسن من المعارضه السوريه. يعني بمعنى يعني احمد شلبي لما جابوه الامريكان على العراق ما طلع مخابرات ايرانيه بالاخير والامريكان انزعجوا من هالموضوع وصارت طوشه؟ يعني شو احمد شلبي مثلا احسن من هاي المعارضه؟ ولا مين مثلا يعني؟ طيب هاي الغنوشي ما نو مسلمين؟ بناء على كل المعطيات كاك غسان، يعني كيف سمح للنظام السوري بامتلاك كل هذه الاوراق السياسيه، مثلا كجبهه بوليساريو والمعارضه المصريه السودانيه ومعارضي دول الخليج والمعارضه العراقيه، اليسار التركي، العمال الكردستاني، الجيش الارمني، عناصر الجيش الاسكتلندي، الجيش الاحمر الالماني، الطوائف والاحزاب اللبنانيه، الفصائل الفلسطينيه وغيرها. يعني كيف سمح للنظام السوري يمتلك كل هذه الاوراق؟ كان يعني مو كان في شيء اسمه كتله اشتراكيه وانه هو كان محسوب على اليسار لكن هو نظام زبائني. يعني مثلا اخر شيء لما سلم قائمه الاهواز لايران كان يساوم عليهم او سلم اوجلان لتركيا. تماما، وسلم اوجلان لتركيا، يعني كان يساوم على الكل. فهو كان يستقطب كنظام زبائني انه انا خيو هدول عندي، شو بدكم انا جاهز. عم يساوم يعني عبر هذه المشغلين عم يشغل عمال ايضا هو تحت ايده ايضا. تماما. يعني اتصور انه كان عم بيعمل دورات لثوار التاميل تبع سريلانكا. نعم. ايه، معسكرات جنب دمشق بمعربه، هي قريه صغيره جنب التل، كان في معسكر لتدريب شو اسمه عناصر التامين. واو. طب كيف غسان بناء على كل الشيء اللي انت حكيته، يعني بعد كل ما حصل لسوريا شعب وارض وتاريخ، هل يصلح هذا النظام لقياده المرحله القادمه عبر تعديل بعض المفاصل، ام ان النظام السوري صار جزء من الماضي؟ يعني تعديل بعض المفاصل كتجربه المصريه. تفضل. هلا لما انطرح قانون قيصر سئلت انا انه شو قانون قيصر؟ قانون قيصر هو عباره عن نقطتين ما فيه لون ثالث، رساله للنظام وللروس ولداعمين النظام انه خيو بدنا نظام جديد من قلب النظام،
او بده يضل الوضع هيك، وروحوا انتم تصطفلوا دبروا حالكم. تزمين هذا المطلب 2 5 10 ما حدا بيعرف، والوضع العسكري قائم مثل ما هو. يعني ممكن يصير مثلا هلا قتال بإدلب، تخسر مثلا تخسر جماعة إدلب، يخسروا قسم من إدلب، أو يتقدموا باتجاه النظام ويخسر النظام قسم. جماعة الإدارة الذاتية من طرف دير الزور أو الذاتية كذلك الحال، بس الوضع بشكل عام يعني بشكل جوهري هيك راح يبقى. يعني تزمين الأمر الواقع العسكري الموجود، يعني الجيش الوطني، الإدارة الذاتية، النظام، الإشراف التركي، الإشراف الأمريكي، الروسي، الإيراني، هذا يعني بخطوطه الرئيسية. يعني كيف يعني غير مسموح على الأطراف الانتصار والهزيمة على الطرفين؟ طبعا غير مسموح، لأنه لاحظ شغلة عناية، الأمريكي المجلس الوطني مع الإدارة الذاتية ما كانوا قادرين يجمعوا المعارضة مع الطرفين، الائتلاف لو بدهم الأمريكان. المجلس الوطني جزء من الائتلاف، يعني ليش لا يروح المجلس الوطني لحاله؟ لو بدهم الأمريكان لا، بيجيبوا المجلس الوطني مع ناس من الائتلاف. وأنا من وجهة نظري لو جماعة الائتلاف بيفهموا بيضغطوا باتجاه انه يتشكل وفد من المجلس الوطني الكردي ومن الائتلاف يخوض الحوار مع الاداره الذاتيه تحت اشراف امريكي. هون المشغل بيختلف، لان المشغل هون تركيا. لا، المشغل امريكا للكل بدون استثناء. سيبك من هالسوالف. تركيا شريك له هاي الحصه 60% 50% 30%، بس المقرر السيادي بالملف السوري هي الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بملف المعارضة. طيب سيد غسان، يعني بعد كل يعني هذه الأنهار من الدماء، 10 سنوات من القتل والقتل المضاد، أين أخطأت الثورة السورية؟ من مقولة الشعب يريد إسقاط النظام إلى مقولة وقف إطلاق النار دخيلكم، أين يقف السوري؟ الثورة السورية كانت فعل وارتداد طبيعي لما لاقاه هذا الشعب السوري خلال 50 سنة الأخيرة من القهر والظلم والرعب والقتل. أين هي الثورة اليوم وأين وقفت وماذا بقي من الثورة بكلها؟ الثورة السورية هزمت. الثورة السورية اللي انطلقت بال2011، وأنا هذا الموضوع يعني كتبت عنه أكثر من مادة، هزمت من لما يعني رفعت أول راية سوداء بمعبر باب الهواء، ومن لما دخل أوباما المفاوضات مع إيران بنهاية 2011 كانت البداية. واضح أنه بعدين انتقلت الخطاب السياسي للمعارضة، من التعبير عن الثورة للتعبير عن برامج المعارضة وتشاركات المعارضة مع بداية الائتلاف، مع بداية تشكل الائتلاف وتسليح الثورة من الأطراف. ايه هلا كله صار يسلح، كل الاطراف الدوليه صارت تسلح، الامريكان صاروا يسلحوا، الروس بيسلحوا، الايرانيين يسلحوا، حتى النظام السوري سلح. النظام السوري عطى بعض الفصائل سلاح باول الثوره. يعني السعوديين سلحوا، القطريين سلحوا، الاماراتيين سلحوا، كله سلح، اللبنانيين سلحوا، دخول حزب الله بالضبط. إيه، فما عاد في الثوره. شو هي الثوره؟ هي نزول الناس على الشارع والتظاهرات اللي كانت هاي الثوره. اما لما بننتقل لمعارضه وفصائل بصير موضوع ثاني. هلا صحيح ممكن يكون مثلا خطاب المعارضه بيعبر بلحظه ما مثلا عن مطالب الثوره، بس انا ما فيني اعزله عن حركه القوى المسيطره على الملف السوري. يعني هذا الخطاب كيف عم بينزل؟ بمعنى كيف هذا الخطاب انت بتجمع قدري جميل مع الائتلاف. طيب قدري جميل لما كان الشعب السوري عم بيندبح كان نائب رئيس مجلس الوزراء، كان عم بيغطي على الفساد تماما. وبالتالي انا ما عم بحكي هلا على موضوع التحالفات كله هذا انا ما بيهمني. انا عم بحكي بس مثال
انه يعني هي النقله، يعني هي النقله بالمعارضه، من انه انت خيو هيك موقف الثوره وانت على اساس حتمثلها، لانه تتحالف مع منصه موسكو. يعني ومنصه موسكو يعني هي بحضن القاتل الروسي. يعني انت لو عم تتعامل مع روسيا مباشره، القصد انه انت لو عم تتفاوض مع روسيا، لو عم تحاول تبني خط مع روسيا، انا ما بفترض عليك، هاي مهمه معارضه. لكن منصه يعني ناس الروس بالنسبه لهم يعني هن طراطير الروس وكانوا جزء من منظومه الفساد. طيب فاذا شو علاقه حلو، بغض النظر عن ما آلت إليه الأوضاع واغتصاب الثورة من قبل الإسلام السياسي يعني بالبند العريض بقيادة الإخوان المسلمين وتسليم القرار السوري إلى غير السوريين ومن كل الأطراف، هل الشعب السوري اليوم مستمر في انتزاع حقوقه أم أن أنهار الدماء وحجم الهول والكوارث تمانعه من الاستمرار بهذه الثورة إلى النهاية والقضاء على المكامن الداخلي لهذه الدكتاتورية القابعة في دمشق؟ انت لاحظ لما عم يصير متنفس الناس عم تطلع، بس انت في عندك 12 مليون مهجر ولاجئ ونازح خارج قراهم وخارج مدنهم. يعني انت عندك 1000 مخيم بالشمال السوري، 1025 مخيم لحاله بالشمال السوري لحاله. يعني في السيكولوجيا السياسيه الشعبيه كيك غسان، يعني بات الشعب السوري يلفظ ويكره كلمه الثوره من ممارسات المعارضه ومن ممارسات النظام بآن واحد. هلا موضوع الثوره بالنسبه للشعب السوري ككلمه كحاله ككلمه يعني كمصطلح كمفهوم، يعني مهما كان موقفه منا، بس هو عم بيعيش هلا ممارسات النظام. يعني هلا ممارسات النظام مع الموالين، اتركك من اللي كانوا ضده. هلا ممارسات النظام مع الموالين، يعني كيف عايشين الموالين هلا؟ لو تتركنا هالمعارضه الرذيله لا تؤاخذني، يعني لو تتركنا بحالنا الشعب راح يخرج مره ثانيه ويقول الشعب يريد اسقاط النظام. بس هي خلص. يعني انت شوف المعارضه السوريه اللي مثلا، خليني اقول مشان نسمي الاسماء بمسمياتها مشان ما نضل نحكي بالعموميات. الائتلاف خلص انحصرت وجوده بتركيا والامريكان متابعين الملف تبع الائتلاف وبيلتقوا فيه للائتلاف. خلصنا هيئه التفاوض، كان في قسم للسعوديين وعم بيحاولوا السعوديين يفرضوا ميزان قوة داخل هيئة التحالف، داخل هيئة التفاوض. ومنصة موسكو ومنصة القاهرة، يعني منصة القاهرة حقيقة يعني ما تغير موقفها من لما تشكلت لحد الآن، هو موقفها هو. لكن أنا عم بحكي على القوى اللي دول كبيرة وراها، مثل تركيا، مثل إيران، روسيا. تماما. فلاحظ أنت هلأ صار الائتلاف مضطر للتقاطع التركي الامريكي بالملف السوري، وبالتالي هو مضطر ياخذ هذا التقاطع بعين الاعتبار بمواقفه. هاي المساله شو بتعني الثوره؟ ما بتعني الثوره بشيء. هاي تكتيكات معارضه. يعني المجلس الوطني الكردي والاداره الذاتيه لما دخلوا بحوار، شو دخلوا بحوار؟ كتكتيك معارضه، كتكتيك قوى سياسيه. يعني ما هن اصلا دخلوا الحوار ما عرفانين لوين. انا هيك رايي الشخصي، يعني ما عرفانين لوين رايحين، بس هن دخلوا الحوار نتيجه انه امريكا بدها هذا الحوار. طيب قبل الدخول الى الملف الكردي، برايك الصريح ما الغايه من الحديث عن اللجان الدستوريه والقضايا الاخرى في جنيف؟ اليس هذا هو من اجل اغراق الملف السوري بالتفاصيل؟ لاني خرج السيد بحره ويعني وكان الجعجعه بلغته. بالمحصله حكي فاضي، موضوع اللجان الدستوريه حكي فاضي، اللجنه الدستوريه هذا حكي فاضي. يعني السلال الاربعه، اللجنه الدستوريه وفق منطق قرار جنيف، السلال الاربعه لازم تكون اللجنه الدستوريه اخر لجنه، يعني لازم يكون قبل المعتقلين
والانتقال السياسي وكل هاي اما شو دستور؟ شو يعني شو مشان شو؟ لمين الدستور؟ وشو هو نقاط الخلاف الدستوريه؟ يعني هذا بشار الاسد دستوره الحالي بيقولوا انه الرئيس بحق له دورتين انتخابيات مثلا، ما هيك؟ وزلمه ماشي سيري لا زال. ايه طيب شو يعني انت اذا بدك تجيب صديقي حلو. قراءة أخرى، هناك من يقول بأن روسيا تظهر على الخريطة السورية كلاعب كبير وأعطي دورا رئيسيا لروسيا، ولروسيا التقاطعات الكثيرة والكثيرة مع اللاعبين الآخرين من الأطراف الدولية والإقليمية. برأيك ما هي الخيارات الروسية في وضع حد لهذه الحرب المستعرة؟ أم أن روسيا وقعت في الوحل السوري مثل ما وقعت بأفغانستان، والخروج منها سيكلفها الكثير من الانهيارات والارتدادات الاستراتيجية؟ أي بمعنى أنه حتى الروسي اللي عم نطلق عليه أنه هو لاعب كبير وعم يتحكم بمفاصل الأمور والسياسات الكبيرة بسوريا، هو عبارة عن مشغل بناء على هذه القراءة. لما دخلوا الروس يعني وكان في لقاء مع الروس، يعني أنا حكيت بحرف الواحد، الروس يستطيع أن يقتل كل السوريين لكن لا يستطيع أن ينتج حل سياسي بدون موافقة أمريكية. هذا المختصر. الروس دخلوا كقاتل وأخذوا حصتهم كقاتل مأجور. يعني الحصص اللي عم بياخذوها بسوريا هي حصصهم كقاتل مأجور، لكن ليس كطرف قادر على إنتاج حل سياسي لحاله. يعني هن عم بياخذوا حصتهم سواء بقواعد عسكريه او ببعض المسائل، يوصفهم قتله ماجورين عم بياخذوا الثمن. لكن من تدخلهم بال 2015 تدخل مباشر عسكري يعني، وبلشوا بطيرانهم يقتل المدنيين ويقصف، هن دخلوا كقاتل ماجور، بده يقبض ثمن تدخله بوزنه. شو وزن الروس بسوريا هلا؟ ما قادرين يفرضوا الأجندة كاملة على الإيرانيين ولا حتى على بشار الأسد. في بعض المناطق ما بيقدروا يفرضوا على بشار الأسد بعض المسائل، وهي من خلال التفاصيل واحتكاك مثلا. ما بيقدروا يفرضوا على الأمريكان، ولا بيقدروا يفرضوا على قسط الحالية، ما بيقدروا. فالروس هي حصتهم، يعني هن فاتوا كقاتل مأجور وليس كطرف سيادي يتحكم بالملف السوري. حلو. جاك غسان، سوريا اليوم مقسمة بفعل التقسيم الدولي والإقليمي، فهناك من يقول بأن الحل في سوريا يجب أن يكون سوريا كما نسمع من الأطراف الإقليمية والدولية يعني اللي عم يتاجروا بالقضية السورية، وهناك من يقول بأن الحل خرج من أيدي السوريين وبات الحل توافقيا إقليميا ودوليا فقط. كيف ترى الحل القادم؟ الحل خرج من ايد السوريين من لما اوباما سمح للايرانيين والروس بالدخول الى سوريا. لكن ليش عم بيضحكوا علينا؟ عم بيقولوا انه الحل بايدي السوريين، عم نعقد مع اللي بيقول لك الحل بايدي السوريين ما صحيح، لا سواء بايدي النظام ولا بايدي المعارضه، وكل واحد بوزنه وزن موقعه داخل هذا النظام الاقليمي وداخل حركه القوى الدوليه، سواء كان معارضه ولا يعني هلا ممكن الامريكان بكره يصدروا جبهه النصره، مثل ما حاولت الواشنطن بوست من كم يوم، ما بعرف النيويورك تايمز من شي شهرين، او اي محطه تلفزيونيه امريكيه نسيت، تصدير الجولاني انه رجل معتدل مثلا. يعني ما حدا من السوريين بيعرف، الامريكان الوحيد ولا الروس ولا اي طرف بيعرف اين ذاهب الملف السوري الا الامريكان، لانه بالضبط الامريكان ما قادرين يفرضوا كل رؤيتهم، لكن هن الطرف الاكثر سياديه، يعني بمعنى بيرضوا الاتراك بجائزه، بيرضوا الروس بجائزه، بس السياده لهم بالملف السوري. حتى على ارض الواقع السياده للمين؟ يعني العلم الامريكي مرفوع على ثلث سوريا، وبالتالي هن اسياد بينما بشار الاسد عنده الروس وعنده الايرانيين والميليشيات العراقيه وحزب الله، كلهم عند الاسد.
تمام صديقي غسان. هلا بنسكر ملف العامل السياسي السوري، رح ندخل بملف اخر كيك غسان، هو ملف القضيه الكرديه، ملف الكرد في سوريا. حول رؤيه الاستاذ غسان المفلح يقول: المشكله الاساسيه التي جاءت بالقضيه الكرديه سببها عاملين: اتفاقيه سايكس بيكو التي رسمت دول مصطنعه لا تعبر عن تكون طبيعي تاريخي، حرمت الكرد كليا من دولة. والعامل الثاني قيام دولة قومانية شوفينية عربية تركمانية أو تركية فارسية تعمدت اضطهاد الكرد وحاولت إلغائهم، فتولد عندهم ردة فعل قومانية متطرفة أخرى وصلت حد ممارسة العنف. قامت النظم القومانية الشوفينية بتأسيس نظم استبدادية ومارست التعصب والاضطهاد على الجميع، ولكنها أضافت اضطهادا قوميا على الكرد، فقد حاولت إلغاء وجودهم وطمس هويتهم بالقمع، فولد تراكم الاضطهاد الطويل تعصبا مضادا. الكرد السوريين تعرضوا لسياسات عنصرية من قبل السلطة الأسدية والبعثية منذ تسرب البعث إلى مفاصل الدولة السورية. مع بداية الستينيات محمد طالب هلال الضابط البعثي قام بهذه السياسات القمعية ومحاولة تعريب بعض المناطق والتغيير الديموغرافي. كانت أرضية غير مباشرة استفادت منها بعض القوى للعب على وتر الانعزالية وليس على وتر إحقاق الحقوق الكردية ولبقية السوريين. تفضل كيك غسان، ما رأيك أو ما رؤيتك الواضحة والشفافة تجاه القضية الكردية في سوريا؟ يعني في أول شيء في شيء اسمه مبدأ عام: الشعب الكردي يحق له ما يحق لكل شعوب المنطقة. هذا أمر يعني أساسي وجوهري، وأنا يعني من الناس اللي بيعترف إنه أنا يعني تطور رؤيتي حقيقة جاء بالحوار المتواصل مع أصدقائي الأكراد السوريين وغير السوريين. يعني عندي أصدقاء من أكراد العراق، ففي شيء، في مبدأ عام: الشعب الكردي هو موجود في هاي المنطقة بدون تاريخ. اللي بيحاولوا القومجيين من كل الأطراف الدخول عليه والدخول على المتاهات، هو موجود، هو من حقه مثله مثل بقية الشعوب. خالصة، نقطة، انتهى. هاي مقدمة أساسية لأي رؤية. أنا من وجهة نظري رؤية إنسانية وحقوقية للقضية الكردية، هذه لازم تكون المقدمة. هلا أنا بختلف بلحظة مع المجلس الوطني الكردي، بختلف مع حزب يكتي مثلا الأول أو الثاني بمنعطف بتعريف إلى آخره. بختلف مع البياديه، بختلف مع العمال الكردستاني، هاي مسائل تبقى بحيز الحقل السياسي. يعني بمعنى أنا كسوري كمعارض سوري، أنا أرى مثلا أنه ومنذ البداية أنه وهذا الحكي من أول الثورة، يعني من 7-8 سنين، أنه الBKK بحاجة لقاعدة لوجستية بسوريا. هذه القاعدة اللوجستية بحاجة لطرفين: إما طرف دولي خارجي يحميها على طريقة الولايات المتحدة الأمريكية، أو دمشق كمركز للدولة. هذه القاعدة اللوجستية هي لما يراه الBKK بتشكل قاعدة لنضالاته ضد الحكومة التركية، مثل يعني على طريقة قاعدة قنديل. هلا أنا بختلف مثلا مع هاي السياسة. هل هذا يعني أنه خلافي السياسي هذا مثلا يعني أنه لم يعد هنالك قضية كردية؟ أنا أدافع عن الكردي السوري كما أدافع عن العربي السوري بنفس السوية. لكن هل يعني أن هنالك أنه إذا اختلفت مع المجلس الوطني بنقطة، هل يعني ذلك أنه ما في شيء اسمه قضية كردية؟ لا، مو صح. أنا أسعى أن تكون ومثل كثيرين أن تكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية على المستوى الوطني، يعني يتبنوها السوريين، لأنه هذا شعب من حقه يعيش مثل بقية شعوب المنطقة، وشعب يعني تعرض لاضطهاد مضاعف. هي نقطة يعني مفصلية. أما هلأ لوين رايحة الأمور؟
بمعنى انا ارى انه على الاداره الذاتيه، وانا كتبت بنفس المقال انه الاداره الذاتيه امام فرصه بظل الوجود الامريكي لانتاج يعني خليني اقول بنيه وطنيه تماما، بنيه تنظيميه سياسيه بمواجهه الاسد واحقاق حقوق الشعب الكردي والمساهمه في حريه سوريا ككل. والمعارضه لما بتتقدم الاداره الذاتيه بهذا المشروع والمعارضه بترفض لانه هي موجوده بتركيا، فهذا موقف خياني من المعارضه بيكون بلحظتها خالصه. يعني ما بدنا ندخل نحن بمتاهات، وبالتالي لانه الامريكان هن الطرف الاقوى، هذه فرصه بالنسبه لقصد انه تبني بمواجهه الاسد. اما البناء بمواجهه تركيا هذا مقتل للعرب وللاكراد بنفس الوقت. بس في صوره نمطيه، في سياسه نمطيه كاك غسان. يعني في هناك يعني مثل ما كتبت انت كمان حضرتك، في كثير من المشاهدات النمطيه من قبل البعض السوري او بعض المعارضه السوريه ان لم نقل اكثرهم، والتي تتهم الكرد صعودا وقعودا بالانفصال والانفصاليه عند مطالبته باي حق من حقوقه، سواء اكانت تلك الحقوق هي حقوق قوميه او انسانيه او مجتمعيه. يعني اذا الكردي قال لتكن المواعظ على قبور موتانا باللغه الكرديه، تراهم في الجبهه الاخرى وخاصه المعارضه القاعده الجالسه في اسطنبول يهاجمون هذا الكردي ويتهمونه بالخيانه وبالانفصاليه واقتطاع جزء من الاراضي السوريه. في صوره نمطيه، صوره يعني مثبته في القاع الثقافي والسياسي للمعارضه وللنظام ولبعض الاشخاص والشخصيات الثقافيه ايضا السوريه. يعني كيف نحسن نحن نتجاوز هذه الصوره النمطيه في القاء الخيانه وتهمه الانفصال عن الكرد؟ يعني انا على فرض انه في فصيل من الفصائل الكرديه بهي اللحظه بده الانفصال، على فرض يعني بده الانفصال وعم يشتغل للانفصال، من حيث المبدأ هذا حقه، يعني قولا واحدا، طالما في شغل بالسياسة، طالما في محاولة الوصول إلى توافق يقتضي إلى مثلا الاستقلال، ما في مشكلة أبدا بالموضوع. المشكلة الأساسية نحن خطاب الكراهية هذا اللي نشأ، وهي موضوع الانفصال وكل هاي المسألة نشأ جذره لأنه فشلنا بإسقاط الأسد كسوريين أكرادا وعربا، هذا جذره. يعني نحن فشلنا بإسقاط الأسد، مو لأنه نحن فشلنا، لأنه الدول ما بدها تسقطه، نحن فشلنا بإدارة الفشل بس. يعني نحن ندير الفشل أيضا بشكل فاشل، بمعنى لما أنا بيجي كل ما بتصير شغلة كردية بقول الانفصال. أوكي خيو، لنفرض انه هلا الامريكان قالوا انه نحن خيو الجزيره بدنا نسويها دوله، شو يعني شو بيطلع بايدك؟ يعني يعني شو بتكون استفدت انت يعني، او شو بيطلع بايدك بالموضوع؟ يعني شو انفصال وما انفصال؟ ناس ملعون افطاسها يعني وناس يعني يعني في العقل الجمعي، في العقل الثقافي والسياسي، الى ماذا يريدون والى ماذا يرمي يعني باطلاق محاولة سيطرة على المجال السياسي، هاي المعارك يعني محاولة التستر على الهزائم. بعطيك مثال كثير بسيط يا اخي، قبل ما يبلش الحوار بين المجلس الوطني الكردي وبين الإدارة الذاتية، المجلس الوطني الكردي بيقول انه الإدارة الذاتية والبي كي كي هن حلفاء للأسد وإيران، ما بدي اقول كلمة ثانية، والإدارة الذاتية والبي كي كي بيقولوا المجلس الوطني الكردي عملاء لتركيا. طيب شو اللي تغير؟ يعني لا تغير موقف المجلس الوطني ولا تغير موقف الإدارة الذاتية، ومع ذلك قعدوا على الطاولة وتحاوروا. يعني هي المصطلحات لزوم الخصومات السياسية وتصفية الحسابات. ما يعني بالاخير بتكتشف انه حكي فاضي. يعني طيب يا اخي، انا كيف بقعد مع عميل لتركيا؟
يعني بمعنى الارتقاء الى العمل المسؤول هو الاهم يعني في اداره الازمه. تماما، يعني بدنا نخلص من هالقصه يا اخي. انفصالي اوكي، ماني انفصالي كمان اوكي، بس انه نحن نبقى كل واحد يعني كل واحد بيزت، لما بيزت تهمه للثاني هو بيزتها مو بس مشان يبخس الثاني، لا هو مشان يعلي من شأنه، يعني مشان يعتبر انه هو يعني شفنا خاصه بتصريح الاخير بالفيديو الاخير لنصر الحريري، يعني يدعو الامريكان الى تسليم المنطقه للمعارضه عبر ادارات المعارضه ومجالس المعارضه والحكومه المؤقته والى اخره. ويعني شفنا يعني تجارب المعارضه المريره في ادلب وفي عفرين خاصه، وتسليم هالعصابات الارهابيه من طرف المعارضه. يعني كيف المعارضه عم تطلب من الامريكان باقامه الحد وحد السيف والقتل والارهاب والترهيب والتهجير والقتل الجماعي وحرق المدن وحرق الغابات وسرقه الاثار والى اخره، كله عم يصير تحت يعني يا اخي ينزل كيف المعارضه عم تطلب هالشيء وانت حضرتك هلا عم تطرح جمله جدا ينزل يدير ادلب. تفضل. ينزل يدير ادلب، بعدين بدير الحسكه والقامشلي. طب شو جاي يعني من اي مصدر او من اي نقطه يعني طلعت منه، او من الذي يضغط عليه؟ يعني شو عم بيصير حتى عم واضح انه موضوع وجوده بتركيا، يعني ما بدها بجوز تركيا كلها ما ضغطت عليه، بس لانه موجود بتركيا عم صرح هذا التصريح. يعني طيب انت يا اخي كمعارضه بدك تدير الحسكه والقامشلي، طيب دير المناطق اللي شو اسمه انت بتعتبر انها هي تابعه لك، يعني ولو نظريا ديرها. يعني شو اللي عم بيديروه؟ يكون النموذج الافضل. تماما، يعني عمل نموذج بادلب مشان الناس بادلب او شو اسمه، مشان الناس يعني تقطر وراك. يعني انا التقيت باحدهم كك غسان، قال لي من احد العفرينيين، قال لي لو جلبت تركيا معها الانترنت والثقافه والمكتبه والسينما والاعلام والجامعه والطب والطبابه والادويه والى اخره، لو جلبت تركيا الينا الى عفرين لكنا نحن من السباقين الى الحاق عفرين بتركيا، ولكن تركيا جلبت معها القتل والدمار والحرق والاباده والتغيير الديموغرافي والى اخره. طبعا هذه الصوره تنطبق ايضا على جماعه الاخوان المسلمين ونصر الحريري والى اخره من جماعته. يعني لو نصر الحريري جاي على عفرين، لو رافع رايه السلام، ولو جايب معه مثل ما قلت العلم والمعرفه والطبابه والتسامح والارتقاء الى مستوى حقوق الانسان والى اخره، لطالب القامشلي وطالب الحسكاوي والادلبي والدير الزوري والرقاوي بجلب نصر الحريري والعيش في هو يعني القصه عناية ما قصه هو انه مواطنين وكذا، قصه دول. يعني هو عم بوجه خطابه لدوله، هو عم بوجه خطابه لامريكا. يعني ما كثير خطابه له جذر بهذا الموضوع. يعني هو عم بيحاول يقول للامريكان انه نحن بدنا نشارك معكم. ايوه تماما هيك. تفضل روح، اذا تشارك روح تفضل، حاول الاداره الذاتيه، حاول المجلس الوطني عن طريق المجلس الوطني باعتباره عضو من اعضاء. مثل ما حكيت لك انه يا اخي المجلس الوطني جزء من الائتلاف، والائتلاف ما ابدى اعتراضه على الحوار، عم يتحاور مع الاداره الذاتيه. طيب شكله وفد مشترك بين المجلس الوطني وبقيه اعضاء الائتلاف، يجي واحد تركماني ويجي واحد عربي ويجي واحد مشكل من اول. يعني شو اللي بيمنع اذا المجلس الوطني هو جزء من الائتلاف؟ يعني ليش ما يصير حوار يعني مع كل الائتلاف؟ يعني ايش معنى يعني بس مع المجلس الوطني؟ ما فهمها. يعني شو المانع؟ عادي خلص الائتلاف يتحاور مع الاداره الذاتيه ولوين بيوصلوا تحت اشراف الامريكي وخلصنا. يعني شو البرنامج اللي بتوصلوا له بعدين وشو الخلافات اطرحوها على الناس والناس بتقرر انه هاي النقاط اختلفنا عليها، هاي النقاط اتفقنا عليها. يعني معقول نسلم نحن كل الاوراق وكل الاقلام لتركيا؟ يعني في حاله بيقول يسلمها، ما حدا عم بيقول يسلم لا لتركيا ولا لغيرها، بس انا عم بقول بناء على المعطى الموجود حاليا. عم بقول في حوار بين المجلس الوطني وبناء على تصريحات السيد نصر الحريري. انا عم بقول انه المجلس الوطني جزء من الائتلاف وعم بيتحاور مع الاداره الذاتيه باشراف امريكي. انا كل شيء عم طالب فيه المعارضه بدون ما تزت هاي التصريحات الخلبيه البهلوانيه،
انه خيو يتشكل وفد مع المجلس الوطني ويتحاوروا مع الاداره الذاتيه باشراف امريكي. طب ما بتشوف مانك معي انه في الطرف الاخر من شرق الفرات عم تتحرك بعض التحركات ايضا، يعني في بعض التحركات وخاصه في الفتره الاخيره بتشكيل جبهات، خاصه جبهه السلام والحريه اللي تشكلت من العشائر العربيه وبعض الاحزاب العربيه في المنطقه، الى جانب يعني وجود الاداره الذاتيه وايضا مساهمات مجلس الوطني الكردي، يعني وكاني عم نشوف في جبهه راح تتشكل في المستقبل القريب، وأن السعودية ما هي بعيدة عن هذه الحدود أيضا، وخاصة دخول كردستان العراق على الخط وذكر اسم بريز مسعود البرزاني مرتين ثلاثة بالبيان الختامي، والخروج والدخول إلى تركيا عفوا إلى العراق وسوريا، يعني وكأن في هناك لاعب جديد يتشكل رويدا في مواجهة هذه القوى الأخرى أو اللاعبين الآخرين المتمثلين بالقوى الإسلامية المتطرفة الإسلامية وتركيا. هلا انا ما بعتقد انه، بس حتى لو تشكل طرف ثالث يعني معلش، يعني اللي يعذرني من اجل التوازن، فقط من اجل التوازن. تفضل. لا يعني اللي يعذرني الساده المشاهدين، يعني كردستان العراق محرر من عام 1990 91، يعني قد ايش صار له 30 سنه صح؟ طيب كيف هي البنيه السياسيه الحقيقيه على الارض بكردستان العراق؟ هل فعلا بكردستان العراق في سلطه واحده، في سياده واحده على كل المناطق؟ 30 سنه امريكا مشرفه على العراق، على الملف العراقي ككل، لكن على ارض الواقع 30 سنه وبالاستفتاء ظهرت تباينات، صح ولا لا؟ بقضيه كركوك ظهرت التباينات. فامريكا هي سائده من فوق، بس على التفاصيل ما كثير ممكن تتدخل. هلا بالجزيره السوريه ممكن ينشا فصائل جديده، مثل ما صار في فصيل ثالث بكردستان العراق، ما صار في حزب ثالث واخذ كتله برلمانيه وحزب رابع، ما بعرف تغيير برا ايه، بس كقوه عسكريه على الارض خلينا نسميها، في يعني في خليني اقول قوتين سياديات بكردستان العراق بالمنطقه اللي واقعه تحت الاحتلال التركي. اتركني من ادلب، عم بحكي على عفرين وراس العين وتل ابيض. في قوه عسكريه واحده ولا في 10؟ في كثير، بس الاشراف العام هو لتركيا، السياده خليني اقول السياده السياسيه. الروس داخل سوريا، داخل منطقه بشار الاسد، في كثير قوى ميليشيات. الايران عم يشغلوا حزب الله وايرانيين وغيره. تماما. فالموضوع اذا نحن بهمنا يعني الطرف السيادي وين عم يتوجه. يعني هلا افترض انه تشكل طرف حزب ثالث بالجزيره، ايه هذا الحزب الثالث اذا ما عنده قوه عسكريه شو بده يسوي؟ يعني شو بيطلع بيده يسوي؟ اذا بده يدخل بالضد، سواء ضد لنفرض الجيش الوطني، ولا ضد قصد، ولا ضد ايا يكن، او ضد ايران، يعني شو يعني هو يتشكل طرف ثاني. كغسان في كلام يقول او يقال بانه يعني سيشكلون جسم عسكري ايضا، لان كان احدهم ضيفي في فتره سابقه، وحتى قال لي يعني ممكن باعتمادنا المستقبلي على بيشمركة روج ممكن يجلبوه من كردستان العراق وكفصيل عسكري متدرب ومتمرس في الحروب، وهن ومع القسد يشكلوا جيش كبير في منطقه شرق الفرات، ويشكلوا جسم سياسي ايضا لاداره المنطقه. ما هلا هذا وارد يعني وارد اذا الامريكان بدهم، بس اذا الامريكان ما بدهم ما حدا بفوت، لا روجافا بشمرقة روج ايوه ولا شيء. الامريكان هن هلا دايرين الملف بناء على القوى القائمه على الارض، بيزحزحوه شوي يمين، بيزحزحوه شوي يسار، يعني ممكن،
لان الامريكان اخي غسان سمحوا لي السعوديه، يعني هلا يعني مثل ما قال ضيفي هذاك الوقت انه لنا اتصال ولهم اقنيه خضراء مع السعوديين ومع الخليج، يعني بمعنى انه الامريكان رضيانين على هذا التصرف او هذه الممارسات. ما في تدخل سعودي بالملف، مين قال لك؟ مو تدخل، وجود اقتراب، اشراف سعودي، دعم سعودي، يعني امريكا مو معقول تكون باي عمل سياسي او اقتصادي في المنطقه الا تاخذ الدعم المالي من السعوديه مثل اي عمليه اخرى. ما بدها تسوي لسه امريكا، لسه مو بوارد هلا اعمار المنطقه او الدخول بزت اموال او استثمارات داخل المنطقه. لا زالت سوريا بيتعاملوا مع الامريكان بشقين، ملف امني ومساعدات انسانيه بس. لا انا قصدي اللي خلق حاله توازن عسكري سياسي امام المد التركي. لا ليش تركيا ممكن تتحرك لتحتل منطقه رابعه بدون تنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه؟ يعني منين هي القصه؟ تركيا احتلت عفرين واحتلت راس العين وتل ابيض هيك بحركه ذاتيه ولا بالتنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه؟ طبعا في تنسيق اكيد. طيب هلا تركيا اذا بدها تحتل منطقه رابعه بيكون في تنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه. يعني القصه واضحه. هي الحدود حاليا هي حدود الامر الواقع. هلا فيما بعد يعني معناتها شو معنات هذه الزعبره السعوديه الاماراتيه الفرنسيه الاوروبيه ضد تركيا اليونانيه في البحر وشرق المتوسط والى اخره؟ طيب شو فائده الجعجعه كلها معناتها؟ هذا حكي فاضي. تركيا انا كتبت من فتره عده مقالات انه تركيا دخلت نادي التوحش، يعني صارت وحش مثل بقيه الوحوش الموجوده بالعالم، وبالتالي تركيا خسرت فرنسا بليبيا. بس تركيا مو لحالها خسرت فرنسا، في امريكا، في مساومه مع الروس، جرت مساومه مع الروس، جرت مساومه مع الطليان، مع اطراف اخرى من الاتحاد الاوروبي سواء تحت الطاوله ولا فوق الطاوله. يعني مو تركيا لحالها خسرت فرنسا بليبيا، والفرنسيين بيعرفوا هاي القصه. والاماراتيين الاماراتيين لما بخطواتهم بيعرفوا انه من اهم الركائز بالعلاقات الاقليميه لاسرائيل هي مع تركيا. يعني سيبك كثير عزيزي غسان حول الملف الكردي. ايضا راح اسالك سؤال ثاني. لقد كتبتم حول الحقوق القوميه للشعوب وحقها في تقرير مصيرها. قلتم بان وبدون الديمقراطيه ودوله القانون والحريات سنبقى ندور في نفس الحلقه المفرغه من الصرامه التخوينيه، لان سببها السياسي لا يزال قائما، وهو نظام الاسد والاحتلالات التي تحميه. فهل الديمقراطيه برايك هو البلسم الشافي للمشاكل العرقيه والقوميه لدى الدول المتعدده القوميات؟ فهل الديمقراطيه عباره عن بلسم؟ واذا كانت الديمقراطيه هي الدواء النهائي والشافي للمشاكل القوميه، لماذا نشاهد كل هذه المشاكل بين الاسبان والباسك وبين الفلمان والفرنسيين في بلجيكا وبين الانجليز والاسكتلند وايرلندا وغيرها؟ هذه مشاكل. الديمقراطيه هي خليني اقول بوابه حل هي المشاكل. هلا نحن بعد النظام الديمقراطي في دوله بدها تمارس صلاحياتها. ممكن يصير في لنقول يعني تستوعب الديمقراطيه تنظيمات سلميه تدعو لاستقلال اسكتلندا مثلا او لاستقلال كتالونيا عادي. بس هي خاضعه للنظام الديمقراطي، مو خاضعه لانه والله يعني خلص بيشيلوا كم باروده وبيروحوا النظام الديمقراطي بيحل كل المسائل. حتى لو صار وصلنا لذروه انه ما في مجال للتعايش، بيحل النظام الديمقراطي. بس المشكله باسبانيا، انا من وجهه نظري في جزء من الخلاف او من الصراع اللي صار كتالونيا يعني كل فتره بيتطور، هو على تقاسم خليني اقول سببه اقتصادي. يعني احد اسباب ما كل المشاكل اقتصاديه بالاساس. تماما. عرفت علي شلون؟ يعني هلا لاحظ مثلا
ببلجيكا. بلجيكا بتروح ل 30 سنه ما عاد حدا يسمع فلامن وفرانكوفون، ما هيك؟ ما عاد حدا يسمع بالموضوع. هلا من لما صار اخر محاوله انقلابيه ببلجيكا من 10 سنين يمكن صارت، او من ما عاد اتذكر بصراحه التاريخ، من قبل ضباط دوتش، ما عاد حدا سمع. حبسهم الملك وخلصت. ما بعرف طالعهم بعد سنتين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، والله ما بعرف. بس صارت محاوله انقلابيه وفشلت. بس النظام الديمقراطي بيحاول يحل الامور كلها بطريقه سلميه، سواء بالاستمرار. اسكتلندا نفس الشيء، ما صار في استفتاء، نجح الاستمرار بالمملكه المتحده، يعني ما نجح الانفصال. فيعني طبيعي، بس النظام الديمقراطي هو الوعاء اللي بيحوي كل التناقضات وبيحل كل التناقضات داخل. يعني توجيه الازمات والتناقضات الى حاله لا عنفيه. تماما. انا شو بدي بالاخير؟ انا هلا مثلا اذا طلع الكتالون وصوتوا انه نحن صار في تصويت وبلشوا استمر نضالهم من اجل قيام تصويت على استمرارنا باسبانيا او عدم استمرارنا، ونجح واجت الحكومه الاسبانيه دخلت الجيش، بتكون الحكومه الاسبانيه هي المجرمه بهالحاله، هي المعتديه على النظام الديمقراطي. حلو. لقد كتب غسان المفلح عن القضية الكردية الكثير والكثير، وقال بما يلي أيضا: لا يمكن فصل مأساة الكردي السوري عن مأساة بقية السوريين من جهة، ولا عن مأساة الكردي عموما في الدول الأربعة للتواجد التاريخي للشعب الكردي، أقصد هنا العراق وسوريا وتركيا وإيران. عدم الفصل هنا لا يعني تشابه وضع الساحات الأربعة، كما لا يعني أن تفرض ساحة ما قيادتها وأوضاعها واستراتيجيتها النضالية على ساحة أخرى. إلى ماذا ترمي هنا أستاذ غسان؟ يعني أنا مقتنع بالارتباط الموضوعي، مو بس يعني رغبة ذاتية عند هذا الطرف أو ذاك، لا، في ارتباط موضوعي، شعب واحد يعني موجود، ارتباط عضوي تماما. يعني لا، قصدي أنا موضوعي إنه ما له علاقة بالتقييمات، هذا يعني خارج إطار التقييمات، هذا ارتباط موجود، يعني شعب واحد ما في. فبالتالي يعني مهمة الشعب الكردي الموجود بكردستان العراق مثل مهمة الشعب الكردي الموجود بكردستان سوريا، يعني المهام المطروحة عليه هي نفسها؟ ما نفسها طبعا. مهمة الشعب الكردي في تركيا هي نفس المهام المطروحة على الشعب الكردي في سوريا. يعني هلا الشعب الكردي بتركيا عنده أحزابه السياسية بتمثله، أحزاب كردية وأحزاب غير كردية بتمثله. بسوريا مين؟ يعني الناس اللي على الأرض عم بحكي قبل الثورة كل المستوى السياسي السوري مقموع وما بيتصرف إلا ضمن خطوط يعني العلني منه تقريبا بيتصرف ضمن الخط الأحمر. فكمان مو نفس المهام، وبالتالي من الخطأ ينفرض تصير الكردي السوري هو ملحق لتنفيذ مهام الكردي العراقي أو الكردي الإيراني أو الكردي التركي. الشغلة الثانية، هل كرد سوريا مثلا بيتدخلوا بكرد إيران؟ يعني بيحاولوا يفرضوا الأجندة الكردية السورية على كرد إيران؟ بيحاولوا يفرضوا الأجندة الكردية السورية على الكرد تركيا؟ بيحاولوا يفرضوا الأجندة الكردية السورية على كرد العراق؟ ما شفت محاولات هيك. هلا السبب انه هذيك اقوى، يعني الجهات الاخرى بالعراق وايران اقوى من الكرد السوري، وبالتالي الدعم والاحتضان بيختلف. يعني لما بيدعمونا كرد تركيا، هون يعني ازودك بمعلومه كغسان. يقال ولنا كانوا اصدقاء ضمن حزب العمال الكردستاني كانوا عم بيقولوا لنا انه النظام السوري كان يرفض استلام كرد السوريين قياده حزب العمال الكردستاني حتى. ايه وارد، يعني انا ما بستبعد شيء، وارد. تفضل. هذا امر وارد، وبالتالي لكل ساحه خصوصيتها. يعني في خصوصيه للساحه السوريه لانه في اطراف اخرى بسوريا غير اللي بالعراق،
في دول موجوده بسوريا غير اللي موجوده بالعراق. تركيا نفس الشيء. يعني تركيا فيها دوله بغض النظر عن موضوع يعني الدوله التركيه ما بتتشبه بالدوله العراقيه ولا بتتشبه بالدوله السوريه. فيها دوله يعني بالحد الادنى. هلا بغض النظر عن يعني هضم الحقوق الكرديه بتركيا وممارسات السلطات التاريخيه للحكومه التركيه، للحكومات التركيه المتعاقبه ضد الكرد. بس تركيا دوله مثلا ما بتتقارن المهام فيها مثل المهام الموجوده بالعراق او المهام الموجوده بايران. يعني بيختلف. فهيك ولا لا؟ بالضبط. يعني انا هذا قصدي. بس رؤيتك يعني النظره اللي موجوده عندك اللي عم تحكي فيها هلا يعني تتماشى وتتماهى مع بعض الذين يقولون بفصل الكرد السوريين من العمال الكردستاني عن كرد تركيا من العمال الكردستاني. في يعني روح بين رؤيتك وبين هالنظره اللي قلت لك عليها. انا من وجهه نظري لاقول لك شغله، البي بده يدعم الكرد السوريين، بيدعمهم بدون ما يفرض اجندته عليهم. لاحظ العلاقه بين المجلس الوطني الكردي وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين الحزب التقدمي السوري الكردي السوري وبين الاتحاد الوطني الكردستاني بشمال العراق. علاقات خاصه. هلا قديش في فرض بالاجنده؟ يعني هل في كردي عراقي قيادي كردستان سوريا؟ يعني بهي يوجد كردي عراقي ينكر حقوق اخيه الكردي في سوريا؟ تماما. مو بس عراقي، يعني حتى خيو الحزب الديمقراطي الكردستاني بايران. هل هنالك قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني تبع بايران من قيادي كردي عراقي او كردي سوري؟ يعني وبالتالي يعني الارتباط هو ارتباط الشعب وارتباط القضيه، لكن مو انه حزب يفرض بقوه السلاح اجندته على ساحه ثانيه. طيب برأيك كمواطن سوري وكصديق للكرد كيف بتشوف هالمعضلة يعني بإبعاد القرار العمال الكردستاني وإبعاد أجندة هذا الحزب عن القرار الكردي السوري من أجل المساهمة الكلية الفعلية الكردية في القضية السورية من أجل الخروج من الأزمات الموجودة قدامنا؟ بس قيادة العمال الكردستاني بس تشيل من راسه انه المناطق الكرديه في سوريا ليست قاعده لوجستيه للنضال ضد تركيا، تنحل المشكله اوتوماتيكيا. ما عاد بصير في مشكله. يعني هون جوهر المشكله. يعني بس تشيل من راسه هاي القصه، لانه ما لها افق. انا وجهه نظري ما لها افق. يعني هي مسألة بالوضع الدولي الحالي والمستقبلي من وجهة نظري ما لها أفق تنجح. إنه قاعدة، لأنه هي القاعدة قلت لك يا أما الأمريكان بده يحموها ويسمحوا للعمال الكردستاني بممارسة النضال العسكري الكفاح المسلح داخل تركيا، وهذا أمر ما تسمح فيه أمريكا، أو إنه بدها يكونوا محميين من السلطة المركزية بدمشق مشان تستمر هاي القاعده اللوجستيه. وهذا امر كمان ما عاد متوفر الان، لانه الامريكان هن مستلمين الملف. فيجب على العمال الكردستاني انه يقتنع انه ساحه نضاله ومتطلباتها غير ساحه نضال الساحه الكرديه في سوريا. اوكي. شيخ حسن، هناك من يقول ويكتب بشده ويقول بان هناك ضغط امريكي على هذه القاعده او على هذه الاجندات من قبل العمال الكردستاني بفصل كرد سوريا عن قرارات كرد تركيا وعن قياده حزب العمال الكردستاني. انت شو رايك بهذه القضيه؟ شو رايك بهذا الملف، يعني خاصه بعد الاتصالات الاخيره
وعقد يعني اتفاقات بتروليه بين امريكا وبين الاداره الذاتيه بقياده كرد سوريا، يعني خاصه. وكاني عم نشوف انه الامريكان عم بيساهموا باظهار وبايجاد شخصيه كرديه سوريه في المنطقه. معلش، يعني انا بجوز اطرح رايي، بجوز ما لا يعجب الكثيرين، بس انا هذا رؤيتي. انا برايي الامريكان اذا بدهم يفصلوا يعملوا حزب سياسي مستقل بشكل كامل عن العمال الكردستاني، ويرجعوا قيادات العمال الكردستاني الموجودين اللي هن من اكراد اتراك، ويرجعوا لقنديل، ويضل كل المنطقه بقيادات كرديه سوريه. بعتقد الخطوه الاولى هي انه يشيلوا الامريكان وبعض الدول الاوروبيه حزب العمال الكردستاني على قائمه الارهاب، والا هيك بصير في خطر على حركته. هذا واحد. يعني اذا تم الفصل بصير محصور هو بقنديل، وبالتالي هو محطوط على قائمه الارهاب، وبالتالي ما عاد له دور بمحاربه داعش. اللي عم بيحارب داعش هن الاكراد، من المفترض بين قوسين هن الاكراد السوريين. ما هيك الامريكان بيقولوا الاداره الذاتيه وقصد، وبالتالي هي بتشكل له ازمه سياسيه لحزب العمال. الشغله الثانيه، هل في افق انه كردستان سوريا تكون قاعده عسكريه لحزب العمال الكردستاني بممارسه الكفاح المسلح ضد تركيا؟ هل في افق دولي او اقليمي او شعبي حتى؟ بغض النظر، لنفترض انه في شعب، انا بدي افترض يعني انه في شعب، بس هل هاي الامكانيه موجوده؟ هذا سؤال بدهم يطرحوه قياده الحزب العمال على نفسهم. هل هذه الامكانيه موجوده ولا لا؟ يعني ومو بس هيك، واكثر من هيك. على فرض الامريكان هلا انتجوا حكم ذاتي بالجزيره السوريه، والاداره الذاتيه قواتها العسكريه هي الحاكمه بحكم الامر الواقع والموجود، هل يسمح الامريكان لهذه القوات بمهاجمه تركيا؟ طبعا لا. مو بس الامريكان، هل الروس بيسمحوا؟ يعني هل اوروبا بتسمح؟ ما تسمح. وبالتالي في اشكاليه، واشكاليه عميقه بهي العلاقه، ولازم حلها. يا اخي لو في امكانيه انه يتمارس كفاح مسلح من هاي القاعده اللوجستيه، يا اخي الواحد بيقول يعني بيتناقش الموضوع، بس ما في امكانيه. طيب على شو انتم موجودين؟ يعني ليش مثلا الحزب الديمقراطي الكردستاني بايران ما هو موجود هون؟ ليش ما هو موجود مثلا احد اكراد العراق مثلا بقياده الاحزاب الكرديه السوريه؟ هاي ماشي كغسان. كيف بتشوف القضية الكردية في الحل السوري الشامل القادم؟ هناك من يطرح مبدأ المواطنة دون التعريف وتسليط الضوء على وجود شعب باسم الكرد فوق هذه الجغرافيا. مبدأ المواطنة وجهة نظر. سوريا أنا اقترحت سابقا، تتذكر أنت بأحد المؤتمرات، أنه على طريق الكونفدرالية السويسرية، إذا اتفقت كل القوى السياسية كردية عربية إلى آخره، انه كل محافظه وكل مدينه هي في لها حكومه داخليه مستقله تدير حالها فقط بالسياسه والدفاع الخارجيه تكون الحكومه المركزيه. بقيه القصص كلها بدون استثناء وبالاتفاق وضمن الدستور محميه بمجلس دستوري، بمجلس كونغرس، يعني بمجلسين. يعني كونك عم تعيش بسويسرا كغسان، يعني التجربه السويسريه ممكن تطبيقها في المستقبل على سوريا وعلى شعوب سوريا؟ ممكن طبعا، ممكن، ليش لا؟ ممكن اذا الدول سمحت للشعب السوري
ليش لا؟ ليش ما تطبق؟ يعني شو طيب هل القوى المحركة لمفاعيل الشعب السوري من قوى سياسية وثقافية وتجارية واجتماعية ومجتمعية قادرة على استيعاب هكذا مفهوم؟ تستوعبوا بالتجربة، لأنه بتلمس بالتجربة. يعني نحن هلا على سبيل المثال، لو في نظام غير نظام حافظ الأسد، لو في نظام ديمقراطي والكرد كانوا السوريين عم يتعلموا بمدارسهم وبلغتهم، واللغه الكرديه كانت موجوده مثلا بالتداول السياسي والاقتصادي والمدني مثلا. نظام الاداره المحليه كان شبيه، يعني ما في امكانيه انه يكون نواه لتطويره نحو مثلا شكل من اشكال الفدراليه. هيك تتطور الديمقراطيه، بس نظام ديكتاتوري. فيعني نحن مشكلتنا مع الديكتاتوريه، ما يعني بالاخير نحن مشكلتنا مركبه. يعني في دول كبرى وفي نظام ديكتاتوري، وهي الدول الكبرى سواء كانت دوليه او اقليميه لعبت بالمشهد السياسي السوري ككل، معارضه وموالاه، كله صار يعني ضمن هاي الدول دولي. وبالتالي نحن مشكلتنا هون، إضافة إنه في نظام ديكتاتوري. هاي الدول هلا يفرضوا مثل ما صار بصربيا وكوسوفو. الأمريكان شو سووا؟ أخذوهم كلهم حطوهم بغواصة وقالوا لهم توقعوا اتفاق، وليك مستمرة وعايشة ديمقراطية وما أعلاها كوسوفو. طيب صديقي غسان، في المشروع الكردي الثقافي السياسي والسوري، وأنت صديق وقريب من النبض والشارع الكردي، ما هو المطلوب من النخب السياسية والثقافية للشعب الكردي على الطرف الآخر من المعادلة، كوننا شركاء في هذا الوطن في سوريا يعني؟ وهناك من يقول في الطرف الآخر من السوريين بأن الكرد يحاولون فرض تصورات بقية الساحات، يعني مثل ما تفضلت أنت وحكيت. يعني ما هو المطلوب من النخب الثقافية والسياسية الكردية؟ مطلوب أن يجعلوا أو يساهموا جديا بجعل القضية الكردية في سوريا قضية سورية. ومطلوب كمان من النخب العربية وأخرى والتركمانية وغيره من النخب السورية أن تكون القضية الكردية جزء من القضية الديمقراطية السورية. بالديمقراطية بعدين إن شاء الله بدها تستقل السويدة، يعني تتناقش. عرفت شلون؟ يعني هي وظيفة النظام الديمقراطي. حلو. يعني كله بيتناقش، كله بينطرح على الشعب والناس بتصوت وبصير في توافقات وكذا، بس بالأخير لازم تكون قضايا الناس المضطهدة هي قضية وطنية. يعني قضية وطنية، مو قصدي وطني وخاين، لا، بس قصدي إنه وطنية على المستوى السوري. يعني القضية الكردية لازم تكون قضية وطنية على المستوى السوري. هناك من يكتب صديقي غسان يقول بأنه كلام أستاذ غسان في التقارب أو في التعاضد أو في التماس المعارضات واقترابها وتوحيد في الرؤى والتنظير المعارضات السورية، وذهاب مثلا معارضة اسطنبول إلى الالتقاء مع الإدارة الذاتية يدخل في خانة تجربة أخرى ممكن يعني نجيبها ونقول للمشاهدين كمان كتجربة كردستان العراق واحتضان كردستان العراق لكافة أطياف المعارضة العراقية وآنذاك، والذهاب سويا إلى بغداد وتحرير بغداد من رجل صدام حسين. يعني ممكن أنه في قادم الأيام نشوف كمان نحن هيك سياسات أو هيك توجهات أو هيك تحالفات بين الكرد وبين أخوتنا العرب في سوريا لتشكيل جبهة سورية معارضة ديمقراطية عريضة تتشكل أو يعني تحتضن كل الفعاليات والأحزاب والأطراف السياسية. لو الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا والمجلس الوطني هن الموجودين كانت تتعاد تجربة العراق. هذا رأيي، كانت تنعاد تجربة العراق. حلو. أستاذ غسان المفلح أيضا كتب وقال بأنه ما زال أمام قسد فرصة تحت العلم الأمريكي. يعني نحن عم ننقد أمريكا مثلا وعم تنقد الوجود والتصرفات والممارسات وكلاعب رئيسي عم يتحكم بكل المشغلين والعمال تحت إيدهم،
يكتب غسان ويقول بأنه هناك أمام قسد، أي أمام الإدارة الذاتية، فرصة كبيرة تحت العلم الأمريكي في إنتاج حالة سورية متقدمة لكل أبناء الجزيرة. طبعا كما أنه مطلوب من المعارضة السورية العمل على ذلك. يعني نحن عم نريد بسألك للمرة الثانية والثالثة حتى نأكد في هذا الموضوع كيف غسان، سواء في الجزيرة أو الإدلب وريف حلب، إنها مأساة السوريين في الشمال طبعا. السوري. إلى ماذا ترمي كيك غسان؟ إلى ماذا تريد أن تصل بهذه المفصلية؟ يعني تفضل. أنا أريد أن أصل إلى قيام أمريكا موجودة شئنا ولا أبينا، وأمريكا تدعي الآن أنها تخوض حوار من أجل إنتاج صيغة للتعايش وإنتاج صيغة حل سياسي نهائي في سوريا، ما هيك؟ هذا تصريحات الموفد الأمريكي وتصريحات كل الساسة الأمريكيين، حتى تصريح جو بايدن اليوم المرشح نفس الشيء بهالاتجاه. فنحن موضوع العلم الأمريكي أنا يعني هي ما لها علاقة بأنه أمريكا شو سوت بالملف السوري من البداية لحد الآن، بس أنا عم بحكي أنه ما دام أمريكا عم تطرح الحوار، فليش ما تتحاور مثلا؟ قصد ليش ما بتدعو لحوار؟ بس مو معقول أنا أدعو لحوار وأنا هي يعني رفضي للمعارضة. شو يعني أنا مو معقول أدعو لحوار وأنا يعني ما عندي موقف من الأسد. ممكن المعارضة العربية الإسلامية عم ترفض اللي قاعدة باسطنبول؟ ما فهمتش. ممكن المعارضة العربية عم ترفض هذا المنحى أو هذا التوجه، لأن أمريكا لها تجربة أو إلى يعني حضور في التقارب الكردي، وعم نشوف مساهمة أمريكا في هذا المنحى. طيب يا أخي، المجلس الوطني السوري الكردي السوري، طيب هن كرد وسوريين ولا لا؟ هن كرد ولا ما نون كرد؟ وسوريين ولا ما نون سوريين؟ طيب هن موجودين بالائتلاف وهن عم بيطرحوا المسألة الكردية يعني بالمعنى الحقوقي أعلى مما عم تطرحوا قصد، وموجودين بالائتلاف. هن عم بيطرحوا فيدرالية دايركت بدون توسطات، مزبوط ولا لا؟ بلى. طيب وبالتالي المشكلة هي مشكلة سياسية بحق الآخر، مشكلة بين حزب العمال الكردستاني التركي وبين الحكومة التركية، ومشكلة بين تركيا وشو اسمه ونفوذها بسوريا. لأن عم نشوف التيار المتطرف في المعارضة السورية التيار المتطرف في المعارضة السورية عم بيرفض هالشيء، خاصة يعني بعد ما سمعنا بعد التقارب الكردي اللي صار وأصدروا بيان التقارب الكردي، طلع السيد صالح مسلم وقال انه في قادمات الايام ممكن الالتقاء بالمعارضه السوريه اللي قاعده بتركيا، يعني حتى الشباب فتحوا بيوتهم وفتحوا ايديهم يعني لهذا المنحى لهذه السياسه. وارد بس موضوع هدول المتعصبين وهي الاصوات هي بدها تضل بالطرفين. المهم الاصوات التي تدعو الى محاوله يعني زحزحه الحل السياسي في سوريا خطوه بمواجهه الاسد. انا بالنسبه لي هذا العنوان. طيب شو المطلوب من الطرفين؟ شو المطلوب من الطرف المعتدل الكردي؟ مطلوب انه تحميل امريكا مسؤوليه انتاج صيغه سياسيه لتجاوز الاسد. هذا الاساس لتجاوز نظام الاسد في كل سوريا. مو قبل هالشيء لازم تكون قاعده مشتركه تشترك بيناتنا بين كل اللاعبين قاعده سياسيه. هذا اللي عم بحكي. يعني انا واحد بده يعني يسقط اردوغان، واحد بيسقط الاسد، يعني في طرف انا مع انه يسقط اردوغان بالانتخابات كما يحدث في تركيا، ومع انه يسقط الاسد، بس هي يعني كيف انا بدي اوفق؟ ما بتزبط. انا بدي مهمه يعني سوريه اسقاطا لهذا الموضوع كغسان. من يراقب اعلام الاداره الذاتيه وحزب العمال الكردستاني يعني بمقتل ناشطه كرديه يساريه تركيه، صرعوا الدنيا وطلعوا مظاهرات ومسيرات وفي القامشلي وحسكه وغيرها. وعلى الطرف الاخر يعني اذا الكهرباء بتنقطع عن حاره من حارات الحسكه او حلب او غيرها او دير حافر او قامشلي، بتلاقي انه المعارضه السوريه القاعده باسطنبول عم بتخون وعم بتطلع بمظاهرات وبتخون الطرف الكردي. يعني نحن بدنا قاعده مشتركه، بدنا من الطرفين الكردي المعتدل.
القاعده المشتركه. طيب انت شفت التضامن السوري مع الحسكه؟ بلى. يعني انا ما شفت، يعني انا ما شفت، يعني خليني اقول يعني كل السوريين تضامنوا يعني بلى من فنانين وساسه وكتاب ومثقفين يعني انا القصد من الموضوع انه طلع طرف ثاني عم بيقدم وقائع انه يا اخي السبب، طبعا هو عم يدافع عن المعارضه الموجوده بتركيا، في منهم ما عم بيدافعوا، في منهم من وجهه نظرهم انه عم بيحكوا واقع انه يا اخي السبب انه كمان البي عم بيقطع الكهرباء عن بعض المناطق، هيك حكى. هلا لا البي نفى ولا المعارضه اكدت يعني او نفت، عرفت شلون؟ اذا المساله بالاخير هي سياسه، يعني مساله على الاجنده السياسيه. طيب كاك غسان كتب صديق بأنه مطلوب من المعارضة السورية ومن المثقفين السوريين الدفع بالقضية الكردية إلى الأمام وإلى المستوى العالي من الهم السوري الكبير والعام وتعريفها كقضية وطنية سورية جامعة. عدا ذلك لا يمكن أن نرى أفق للسلام والوئام المستدام في سوريا المستقبل بين الكرد وأشقائهم السوريين. يعني القضية الكردية معنية فيها غسان المفلح قبل عنادي. تماما بدون هيك ما في حل، بدون هيك راح تبقى سوريا ملغمه، يعني بدون هذا النفس وهي الروحيه راح تبقى سوريا ملغمه وما راح حدا يوصل لنتيجه، وراح نبقى ضمن افق اسود يعني. لانه المشكله انه نحن اللي ما عم نقدر نتصورها، بقي الغرب من عام 1968 لعام 1990 لاحتل صدام العراق الكويت هو عم يدعم صدام. تمام. هيك السؤال الاخر بقمع الكل وقمع الشيعة اذا افترضنا. حلو. شوي عم نقترب لنهايه يعني نهايه البرنامج. كيف غسان في اسئله كثيره عم تجينا من بعض الاصدقاء. هناك من يكتب كيف يرى استاذ غسان المفلح شكل سوريا المستقبل وشكل الحكمداريه فيها ودور الكرد في رسم ملامح هذه الدوله المستقبليه؟ انا ارى انه الفيدراليه حل، لكن هاي الفيدراليه تتم بالتوافق بين كل الاطراف، ولكن الفيدراليه هي الاساس لانتاج حل سياسي في سوريا، والكرد دور اساسي حتى يتجاوز حجمهم داخل سوريا مثل اي مكون وطني ثاني. كيف غسان في الفتره الاخيره وخاصه بعد التقارب الكردي صدر بيان من بعض الاطراف المجتمعيه والسياسيه والاقلام الثقافيه وقفوا ضد التقارب الكردي، وهناك من سمى هذا البيان ببيان الرعب، يعني بيان خطير جدا يخدم اجندات. وحضرتك على ما اظن ايضا كتبت بهذا الصدد وقلت انه هذا البيان يخدم النظام التركي والنظام السوري بالمطلق. كيف بتعلق على البيان؟ طبعا البيان ما كان بمحله لا لغه ولا توقيتا ولا بكل المعاني، وانا حتى علقت على صفحات ورفضت التوقيع على البيان، وعلقت على صفحات بعض الاصدقاء اللي موقعين على البيان انه هذا بيان سيء بكل المستويات. كلمتك الاخيره كاك غسان، ناخذ كلمتك الاخيره وراح ننهي البرنامج وبنكون يعني من عداد المحظوظين باللقاء معك اليوم. تفضل. تسلم، وانا كثير سعيد فيك يا عناية، سعيد بالبرنامج وسعيد يعني بروحيتك وتوجهك بالعام، واشكرك صديقي غسان. شكرا. في الختام نشكر الاستاذ والكاتب غسان المفلح المعارض الصلب لكل ثقافات الرعب والدكتاتوريه الاسديه وصاحب الرؤيه الثاقبه وصديق الكرد والمعارض الذي يعرف في الكرد وعن القضيه الكرديه اكثر من الكثيرين من المعارضين السوريين. كل الشكر لك كاك غسان باسمي وبفريق العمل في روشن تي في. نتمنى لك دوام الصحه والعافيه. شكرا. إبار باش كاك غسان، ساعات خوش حياة جارك ده هربجي سپاس. شكرا. بله تماشاوان هجاب بفيرنگی ام گیهان داویا پروگرام خواه لگل ندیسکاری ما کاک غسان المفلح براستی پروگرام ما گلکی زنگین گر بنرین خواه و گنگشیا کد نظر مده بوی بزمان عربی هروها گر شاشپونجی هبون ام لیبورین دخوازن دا آلیه دان استاندنه ده
میوانه ما بزمان عربی ده آخوی گلکی نرین خو اشکره و وکریه ده درباره مالا کردی ده درباره برهواتنا مالا کردی ده درباره سوریا پیش روژه ده رولا کردان ده هندر سوریا وری ده سوریا بیده و نقشه سیاسی جبو کردا وی براستی چند جارجی آنی زمان مجی تکس کرد که جامعه لسر فدرالیتا کردان تکس دکه و دسکنه مالاوی آوا امجی وسا دنگین وسا دخوازن آواهین وسا جفکر و رامان عربی ام دخوازن که دوست بن لگل دوزا کردی دهندر سوریه ده جبوی مافی انسانی مافی سیاسی ین کرد دهندر سوریه ده که سوریا ببه ولاتکی فدرال ولاتکی سردست ولاتکی تیده همه انسان ده بن سایا یاسا و قانون ده بهردجی وکبرا و دوست ایوارا و خیر به بمینند خیر و خوشیه ده هر تمشاد و بختوار